تبدا المنهاوه بواحده نازله من الطياره اللي بيكون اسمها فينو، وفينو دي بتسال الدكتور اللي قدامها عن التشخيص بتاع اخوها، فبيقول لها الدكتور ان نتائج التقرير مش كويسه، وبيقول ان المخ اتعرض لاصابه شديده جدا وفي احتمال يوصل لحاله حرجه. علشان يتعالج لازم يتم تحفيز المخ، بس الاساليب التقليديه في العلاج ممكن تسبب له اصابه جانبيه في المخ تخليه يفقد كل ذكرياته او ممكن يجيله جلطه في المخ. فبتقول له فينو انه يعمل كل اللي يقدر عليه علشان ينقذ اخوها، يستخدم كل الوسائل اللازمه، ولو احتاج موارد يستخدم احسن الموارد الطبيه في العالم كله، لان اللي يهمها ان اخوها ديشا يرجع بالسلامه. فبيرد عليها الدكتور وهو مبتسم وبيعرفها ان هم لقوا حل عملي ممكن يفيد. بتقوم بصله فينو وهي متعصبه كده وبتقول له انت ساكت من الصبح، ما تقول من الاول. يعرفها الدكتور ان الحل هيكون في عالم تيان. هنا بتقوم فينو امرهم كلهم انهم يتواصلوا مع المسؤولين عشان يحددوا موعد فتح بوابه عالم تيان. وبنروح بعد كده للاوضه اللي فيها بطلنا ديش، بنلاقي الدكتور بيشرح لفينو وهو بيقول لها ان عالم تيان ممكن يساعده انه يحفز موجات راسه وتخليه يرجع يفوق تاني. لو قدرنا نبعت ديشا لعالم تيان هتكون خطوه كبيره جدا في علاجه واحتمال يفوق بعد فتره. هنا فينو بتبص على ديشا وبتقول له ان هو لازم يفوق علشان هي عملت كل اللي تقدر عليه علشان يتعالج. بعد كده بتضغط على الزرار علشان تنقل ديشا للعالم التاني، وبينتقل ديشا فعلا لعالم تيان. بيلاقي نفسه ماسك فاس ومرمي على الارض، بيستغرب كده وبيقول هو ايه اللي انا ماسكه ده. بيبص على شكله في البحر بيلاقي ان هو بقى عيل صغير، وبيسال نفسه هو انا راسي بقت عامله كده ليه. فبنعرف ان ده لان دلوقتي هو في جسم واحد اسمه لين ديشا، وده شاب فقير ما حلتوش اي حاجه غير الهدوم اللي لابسها، بيشتغل علشان ياكل لقمته بعرق جبينه. فديشا لما بيستوعب ذكريات صاحب الجسم القديمه بيقول له انا شكلي رحت لعالم تاني ولا ايه، بس الواد اللي انتقل لجسمه ده شكله على الحديده ما حيلتوش نص جنيه في جيبه. وهنا ديشا بيستوعب ان مفيش خيار تاني قدام، لو عايز يعيش لازم يعتمد على نفسه ويشتغل بايديه. وعلى حسب الذكريات اللي شافها في الجسم ده بيقول ان هو لو لقى 2 من الاحجار الروحيه هيقدر يبدلهم بوجبتين ياكلهم. هو بيتمنى حظه يكون حلو لانه جعان جدا. فهنا بيبدا يكسر في الارض وبيلاقي راس سيف ظهرت، بيحاول يشد السيف بكل قوته لان السيف كان ماسك في الارض جامد. واول ما بيطلع السيف بيكون السيف ده حواليه طاقه وهاله قويه جدا. لكن ديشا لما بيشوفه بيقول ان السيف ده شكله حلو لكنه للاسف مكسور وكده ممكن قيمته تكون قليله فشخ. بس وهو ماسك السيف ده بيلاقي واحد داخل ينادي عليه، وبنعرف ان المحارب اللي بينادي عليه ده اسمه جبنه. بنلاقي المحارب جبنه بيقول له ان هو كان عمال بيدور على السيف بتاعه ومش لاقيه. في الاخر السيف بتاعه اللي قام مع ديشا بيأمر ديشا يجيب السيف بتاعه حالا. بس ديشا بيرد عليه وبيقول له انت مفكر نفسك هتعرف تضحك عليا؟ انا اللي لقيت السيف ده الاول يبقى السيف ده بتاعي. فبيضحك جبنه كده على ديشا وبيقول له انت شكلك هتتعبني. يمسك ديشا كده من هدومه وبيقول له انت عايزني اسيب لك سيف زي ده؟ وبيعرف ديشا ان طاقته الروحيه مختومه بالتالي مش هيعرف يزود قوته، وكده مفيش اي فايده ان السيف يكون معاه، فعلشان كده احسن له يديه السيف. لكن ديشا ما بيسيبوش يكمل كلامه وبيقوم حاطط صوابعه في عين جبنه، وبعدها بيقوم ضربه في رقبته وبيديله القضيه في الحته الفاضيه، فبيترمي جبنه على الارض. وديشا بيبص عليه كده وبيقول هو شكل كده الضربات ديت بتنفع في كل العوالم وبتشتغل على اقوى الاقوياء برضه. بس هنا جبنه بيجري وراه وبيقول له انت فاكر نفسك هتهرب مني؟ في اخر ديشا بيكون وصل على حافه منحدر، وبيقول في نفسه ان هو لسه ما يعرفش المكان هنا كويس، ما كانش يعرف ان في منحدر قدام، بس باين انه كده وقع في مشكله. وبيلاقي فعلا جبنه وراه بيضربه بكل قوته وبيقول له نهايتك على ايدي. بيعرف ديشا ان حياته بائسه ومفيش حد هيزعل عليه، لكن الحاجه اللي مزعله جبنه ان السيف اللي كان عايزه هيضيع. لكن فجاه وديشا بيقع بيلاقي طاقه قويه جدا بتخرج من السيف. بعدها بنلاقي ديشا مرمي في الغابه وحاضن السيف، وبتيجي واحده كده وبتقول له باين عليك عنيد جدا، وبنلاقيها حاطه رجلها على مناخيره علشان تصحيه. فبيصحى وهو مش عارف هو ايه اللي بيحصل اصلا، لكنه بيتفاجئ لما بيلاقي واحده جميله جدا واقفه قدام اللي بتقول له ان هو اخيرا صحى بعد كل الوقت ده. بس هو بيتصدم منها وبيرجع لورا كده وبيسالها هي مين. فبتقول له البنت ديت ممكن بس تديني سيف الخلود؟ بيرد عليها ديشا كده وهو مكسوف وبيسالها لو كان السيف ده هو اسمه السيف الخالد. بتاكد على كلامه، بس ديشا بيسالها لو كانت هي اللي انقذته. هي بتقول له ان دي تفاصيل مش محتاجه تفكير يعني، وبتقول له انت وقعت من المنحدر العالي ده، انت كنت مفكر نفسك انك تقدر تطير علشان تنزل عايش. وبتعرفه ان هي قدمت له خدمه ومش ببلاش ولازم تاخد حاجه في مقابل الخدمه دي. بيسالها وهو في منتهى الاحراج هي عايزه منه ايه، وهي لما بتشوفه مكسوف كده بتبدا تتنمر عليه وبتقول له انت مكسوف ليه يا صغنن. فبيتضايق ديشا من كلمه صغنن دي لان مفيش حد يقول له صغنن، وبيقول في نفسه انا عمري ما كنت صغنن. المهم هي بتفضل تتنمر عليه وبتقول له مالك متعصب كده، انت ما شفتش وشك وهو قالب الوان. على العموم بتعرفه ان هو شكله كده ما حلتوش تمن وجبه واحده، وبتساله هو بيمتلك ايه علشان يقدمه لها. بس ديشا بيقول لها انت بتساليني هقدر اقدم لك ايه، وبيقول لها بص على التاتو الجامد بتاعي اكيد انا قوي قوي. فبتقوم ضحك عليه وبتقول له عاجبك التاتو قوي يا هبل، وبتعرفه ان ده ختم طاقه. وبعد كده بتستخدم قوتها على ديشا فبيدخل في دوامه وبعدها بيترمي على الارض. وبيتصدم ديشا لما بيحس بقوه الاتشي بتاعته من تاني، بيكون في قوه جنبه طالعه من السيف. المهم هنا هي بتكمل كلامها وبتعرف ديشا ان هي فكت له الختم اللي كان بيمنع قوته ان هي تزداد. دلوقتي هيقدر يزود قوته ويتعلم مهارات فنون القتال، بس في المقابل بتقول لي ديشا يخلي السيف معاه في اي مكان يروح. هنا بتبدا طاقه قويه جدا تخرج من السيف، لكن ديشا كان مستغرب من طلبها جدا وبيكون مفكرها ان هي تختفي، فبيطلب منها انها تستناه، لكنها بتقول له ما يقلقش عليها لانها لسه موجوده هنا. ومن قلق ديشا عليها بيسالها هو ايه اللي بيحصل معاها دلوقتي، فبتعرفه ان مفيش حاجه، هي بس تعبانه شويه علشان فكت له الختم بتاعه وطاقتها الروحيه خلصت، فمحتاجه ان هي ترتاح شويه. وبتقول لي ديشا ان هو لازم يفتكر اللي قالته له، السيف ده
لازم يفضل مع ديشا على طول، وكده هي تقدر تمتص قوتها من على بعد باستخدام السيف. تتحول لتنين كده وبتقول له ديشا انه لازم يفضل فاكر اللحظه ديت طول عمره وما ينساش الاتفاق اللي ما بينهم. بس هو بيستغرب منها كده وبيقول لها انت ازاي بقيتي تنين، وبيسالها هي اسمها ايه، فبتقول له ان هي تقريبا كده فاكره من سنين طويله جدا ان الناس كانوا بيقولوا عليها بيضه. ديشا بيبص للسيف كده وهو مصدوم وبيقول له هو انا شكلي كده لقيت كنز ولا ايه، وبيقول في نفسه الاسطوره بتقول ان السيف ده من احسن 10 سيوف في العالم، وجوه السيف ده روح التنين الابيض وبيتسمى بقاتل التنانين. وبعد كده ديشا بيفضل يتمشى شويه لوحده في الغابه، يقول ان هو جعان جدا وبيسال نفسه يا ترى هيقدر يطلع من هنا امتى. بس فجاه بيلاقي عيون ما بين الشجر باصه ناحيته، وبيطلع ان ده خنزير عملاق بيهجم عليه بسرعه كبيره جدا، لكن ديشا بيقوم ناطط عليه وبيضربه بقوه، وكمان بيقول له انت جيت في وقتك، ده انا جعان وما اكلتش من زمان. ومن قوه الضربه ديت بيقع الخنزير على الارض وبيموت. وديشا بيقول ان هو اخيرا بقى قوي جدا لدرجه ان هو هزم الخنزير بضربه واحده. بيعرفنا ان صاحب الجسم الاصلي كان بيتدرب على الملاكمه، بس الملاكمه ما فادتوش جدا لانه يا عيني ما كانش عنده طاقه روحيه. وبعد ما ديشا خلص على الخنزير ده كان ماشي وهو شايله في الغابه وكان عمال بياكل حته من وراكه، بس فجاه بيوجه له حد ضربه من وراه، فبيتفادى ديشا الضربه على اخر لحظه، واللي بيطلع ان اللي هجم عليه هو جبنه بيقول له انت شكلك كده زي القطط بسبع ارواح، رغم انك وقعت من مكان عالي جدا الا انك لسه عايش. بس ديشا بيساله هو ايه اللي جابه تاني، فبيتعصب جبنه وبيروح يهجم عليه. بيقول لديشا مين ده اللي يسامحك، انا هخلص عليك واخد السيف بتاعي. لكن ديشا بيستغل الخنزير اللي كان ماسكه بيسد هجوم جبنه، وبعد كده بيقوم ضربه بالخنزير. وديشا بيقول لجبنه انت كنت عايز تخلص عليا مرتين كمان عايز تاخد السيف بتاعي. بيروح يقف فوق جبنه وبيقول له انت مش عارف انا مين، انا لين ديشا، وانت لازم تفتكر نفسك كويس قوي قبل ما تحاول تعمل اي حاجه، ودلوقتي اديني سبب مقنع واحد يخليني ما اخلصش عليك. بيقوم جبنه قايل لديشا ان هو يقدر يساعده علشان يستعيد قوته في فنونه القتاليه، وده خلى ديشا يساله لو كان عبيط او متخلف، لان هنا جبنه بعد ما شاف قوه ديشا بقى خايف منه وعايز ينقذ حياته باي طريقه، واول ما يجيله الفرصه هيهرب على طول. وبيبدا ديشا يدوس على وشه علشان يذله، وجبنه بيعرفه ان لو ديشا عمل فيه اي حاجه ابوه مش هيسيبه وهيفضل يرحقك طول حياتك لحد ما يخلص عليك. لكن ديشا ما كانش مهتم، بيقوم ضربه بالبوكس، وبيسال جبنه لو كان هو من عيله تشو وابوه يبقى المعلم شيفو. بيقوم موجه له ضربه مره تانية، بيقول له ديشا تصدق ان انا خفت بعد ما عرفت الكلام ده. وهنا ديشا كان مستمتع علشان جبنه كان عمال بينادي على ابوه علشان ينقذه. وبعد كده بيفضل يترجى ديشا وهو خايف انه ما يخلصش عليه، وبيعرف ديشا ان في مدينه تيان في قانون بيمنع ان احفاد المدينه ما يقتلوش بعض. بيقول له تشين يا راجل في قانون كده بجد، وبيقول لجبنه ان هو كده شكله مش هيقتله. فهنا بيطمن جبنه لحد ما ديشا بيقول له انا عندي قصه لرجل شجاع، ايه رايك تسمعها؟ بيقول له ان القصه كالاتي، انا هقول لكل الناس ان في خنزير قوي جدا هجم عليك في الغابه وقتلك لما كنت انت بتحاول تصطاده، وفي الوقت ده انا ديشا كنت البطل اللي جيت وقتلت الخنزير ده علشان انتقم لك. من صدمه جبنه ما كانش عارف يرد على ديشا، بس ديشا بيكمل كلامه وبيقول لجبنه انا بعد ما اديلهم الخنزير وارمي لهم جثتك عيلتك ذات نفسها هتشكرني لان جبت حق ابنهم. وهنا كان جبنه خايف جدا لكنه كان بيكابر وبيقول لديشا انت ما عندكش الجرأه علشان تعمل كده، وبيتحدى ديشا ان هو يعمل كده. فعلى طول ديشا بيوجه له السيف ناحيته لكنه مش بيصيبه، والضربه ديت بتيجي جنب راس جبنه، لكن جبنه من الخوف والرعب اللي شافه اغمى عليه. بعد كده بيفضل ديشا يفتش فيه لحد ما بيطلع كيس الفلوس اللي مع جبنه، بيقول ان الفلوس اللي معاك ديت هتساعدني شويه، بس كان متضايق من جبنه الكحيان لانه ما كانش معاه غير كام عمله معدنيه، بس بيقول مش مهم لانه دلوقتي بما انه لسه جديد في العالم ومش فاهم كل حاجه فمن الاحسن له انه ما يعملش مشاكل مع عائلات كبيره. وبرضه لانه طلع كسبان من العملات اللي خدها من جبنه لانه ما كانش معاه ولا جنيه. بعدها بنشوف اتنين مناصبهم عاليه في الدوله راكبين على احصنه وفي جنود كتير وراه، بيكون الفارس ده اسمه شوايه، ويقول للبنت ديت يا صاحبه السمو هو انت تعبانه ولا ايه، فبتعرفوا ان هي كويسه، وهو بيقول لها ان هم خلاص قربوا يدخلوا المدينه. وفجاه هنا شوايه خد باله من حاجه لما بيسمع صوت جاي من الشجر، فبيقوم معرف الجنود ان هم يستعدوا علشان يحموا سموها، لكن اللي عمل الصوت ده كله هو ديشا اللي طلع من وسط الزرع وكان شايل الخنزير. وهنا شوايه كان بيشبه على ديشا، فبيسال ديشا لو كان ابن الخرنج، يقوم ديشا مأكد على كلامه بيقول له انت شكلك عندك عين ثاقبه. يعرف شوايه ان هو مش محتاج عين ثاقبه ولا حاجه لانه شبه ابوه جدا. هنا شوايه كان اخد باله كمان ان الختم اللي كان على ديشا اتشال وبقى بيرجع يتحكم في قوه التشي، فبيقول له ديشا يمكن الختم اتفك بسبب شويه القوه اللي كانوا في جسمه. بعدها ديشا بيروح لصاحبه السمو وبيقدم لها التحيه بكل رسميه، وهي بتضحك على ديشا وبتقول له ان مفيش داعي للرسميات وممكن يقول لها يا يو، وبتساله يو هو ناوي يعمل ايه بالخنزير ده. بيعرفها ديشا ان هو اكيد هيبيعه لانه لو فكر ياكل الخنزير ده فلحمه الخنزير مش هتفضل كويسه وممكن بالكتير قوي تقعد لها يومين وبعد كده تحمض، على عكس لو باعه ممكن ياكل بثمنه لمده شهرين. بس شوايه بيقول له انصحك ما تبيعوش وخليه معاك علشان تاكل فيه. بيقوم عاطيه فلوس علشان يشتري بيها رز، وبيعرفوا ان هو لما يرجع يتدرب في الساحه عن الفنون القتاليه اكيد هتجوع وهتكون محتاج بروتين. وهنا ديشا كان متوتر ومش عارف يرد عليه يقول ايه. بعد كده شوايه بيديله رمز الجيش وبيقول له انت دلوقتي بقى عندك 14 سنه. بس ديشا بينصدم وبيقول لشوايه انت اديتني رمز جيش احتياطي لمدينه تيان. فبيقول له شوايه لما الواحد بيوصل ل 14 سنه لازم يدخل الجيش، انت لازم تهتم قوي بنفسك الفتره دي، ان لما كنت في سنك انا وابوك كان ابوك راجل قوي جدا وسمعته تهد جبال. بيعرف ديشا ان هو وصاحبه السمو متحمسين ان هو هيكون قوي قد ايه، وديشا بيقول له ان هو هيكون عند حسن ظنه ومش هيخيب امل صاحبه السمو. يغادر شوايه بعد كده هو والجيش، وبيعرف ديشا ان هم هيستنوه لحد ما يكون اقوى. فهنا ديشا كان بيبتسم وبيقول في نفسه
انكم انتوا مش مضطرين تستنوني كتير. وبعدها بيرجع ديشا البيت بتاعه مش مصدق انه اخيرا هيرتاح شويه لانه تعبان جدا. بس قبل ما بيقفل الباب بيلاقي واحد جاي من وراه وبيحط ايده على كتف ديشا، فبيترعب ديشا كده لدرجه انه مسكه من ايديه كده وبيرميه على الارض وبيقول له هو انت مين؟ والشخص ده بيقول لديشا يستنى كده وبيعرفه ان هو يبقى ليدو. بينصدم ديشا اول ما بيعرف ان هو ليدو وبيعتذر له لانه ما خدش باله، بس بيسال ليدو هو ايه اللي جابه في الوقت المتاخر ده وبيحاول يقومه من على الارض. هنا ليدو كان متعصب جدا منه، بيقول له ابعد عني كده، انت كنت من شويه هتموتني. بيعرف ديشا ان هو كان قلقان عليه وخايف يموت من الجوع، علشان كده جه وجاب له حاجه ياكلها، وبيعرف ديشا ان هو ما لقاهوش فعلشان كده فضل مستنيه. فهنا بيضحك ديشا وبيعتذر له تاني، لكن ده بيعصب ليدو اكتر وبنلاقيه بيقول انت بتضحك على ايه؟ هو انت شايف الموضوع يضحك بعد ما كنت هتخلص عليا؟ فبيتاسف له ديشا مره ثالثه. بعدها ليدو بيقوم مطلع له الاكل وبيقول له خد انا جبت لك 5 فطاير فيهم لحمه و5 فطاير فيهم حلويات. يا عزيزي المشاهد لو كنت بتتفرج ساعه الصيام اي ام سو سوري يا فندم. المهم هنا اول ما ديشا بيشوف الفطاير بيفرح جدا وبيفضل يشكر فيه وبيهجم على الفطاير من كتر ما هو كان جعان. بس قبل ما يهجم على ليدو ويخلص عليه علشان ياخد الفطاير بيقوم ليدو رامي الفطاير في وشه. المهم في اثناء ما كان ديشا عمال بياكل الفطاير بيقول له ليدو انت شكلك عملت فخ حلو علشان تصطاد الخنزير الكبير ده وشكلك كده برضه بقيت محظوظ. بس ديشا بيقول له انا ما عملتلوش فخ، انا اللي خلصت عليه. بيعرف ان هو دلوقتي فك الختم وبقى يقدر يستخدم قوه الاتشي. هنا ليدو من صدمته بيفضل باصص لديشا ومش بيرد، فبيساله ديشا وما بيردش عليه ليه؟ هل ممكن يكون في حاجه على مناخيري وانا باكل؟ فبيقوم ليدو ضربه كده وهو بيضحك وبيقول له علشان كده انت كنت هتخلص عليا لما ضربتني. بيعرف ديشا ان هو فرحان له قوي دلوقتي وبيفضل يبارك لديشا علشان دخل عالم المقاتلين. بس هنا ديشا بيفضل باصص لليدو كده بصه غريبه، فبيقول له ليدو انت وشك عامل كده ليه؟ يعرفوا ديشا ان هو حاسس كده ان اسلوبه يميل للنساء وبيطلب منه انه ينشف شويه ويكون راجل. فبيتعصب ليدو منه وبيقول له انا هوريك مين اللي محتاج يكون راجل، انا هخلص عليك دلوقتي واوريك مين فينا الراجل. لكن ديشا برضه بيفضل يضحك عليه وبيقول له حتى وانت بتشاكل بتفكرني بالبنات الكيوت. بس بعد كده بيبص ديشا جنبه بيلاقي سنارات صيد، فبيسال ليدو هو ايه اللي جابها هنا. بيعرفوا ليدو ان دوما هو اللي جابها هنا لان الجيش كان عمل استدعاء لرماة الاسهم، فهو كان مستعجل وما قدرش يستناك لحد ما ترجع علشان كده سابها لك هنا وقال لي اديها لك. بيروح ديشا يمسك الصناره وبيسال ليدو لو كان ساب له اي رساله قبل ما يمشي، فبيعرفوا ديشا ان هو ما سابلوش اي حاجه. لكن بعد كده ليدو افتكر ان دوما قال له كلمه واحده يوصلها لديشا. في البدايه ليدو كان متردد انه يقول لديشا على الجمله دي، لكن بعد كده بيحط صباعه في مناخير ديشا وبيقول له دوما بيقول لك اوعى تموت من الجوع في غيابه. بيفضل ديشا يجري وراه علشان يخلص على ليدو. المهم بعد ما بيخلصوا هزار شويه مع بعض ليدو بيقول لديشا ان هو دلوقتي مضطر يمشي، لكن ديشا بيقول له يفضل شويه معاه علشان يقطعوا لحمه الخنزير. فبيعرفوا ليدو ان هو لازم يمشي دلوقتي لان لو هو ما روحش لابوه دلوقتي حالا ابوه هيقطعه هو زي ما انت بتقطع لحم الخنزير. فبيبتسم ديشا وبيقول كده بان الحياه بقت احسن شويه. وفي اليوم اللي بعد كده بنلاقي ديشا لسه قاعد عمال بيقطع في اللحمه وبيقول ان هو جفف نص لحمه الخنزير علشان يشيلها وياكلها بعدين والنص التاني باعه. بس في الوقت ده بيحصل انفجار في السور بتاع بيته. بنلاقي جبنه جايب واحد بنعرف ان اسمه حديده جايبه علشان ياخد حقه من ديشا. وهنا حديده بيقول لجبنه انه كان مفكر ان الشخص اللي هزمه قوي جدا، لكن لما بيشوف ديشا بيقول عليه ان هو شبه خله السنان وبيقول له انت لحد دلوقتي ما اتطورتش ومش عارف تتعامل مع واحد ضعيف زي ده. لكن جبنه بيقول له اوعى تستقل بالواد ده شكله بسكوته بس يقدر يعورك. بعد كده حديده بيوجه كلامه لديشا وبيقول له يجيب السيف اللي معاه وساعتها يفكر انه يسامحه ولو الغزاله كانت رايقه مش هيضربه. جبنه هنا لما بيلاقي ديشا مش بيرد بيقول له رد على عمك حديده ولا القطه كلت لسانك، بس ديشا برضه مش بيرد عليهم وبيتجاهل في كلامهم. فده بيعصب حديده وبنلاقي بيقول انت جريء قوي ازاي كده تتجرأ وتتجاهل كلامي انا المعلم حديده على سن ورمح، كلمتي بتحرك جبال وبتدمر محيطات وبتجفف انهار. وبيقول له ديشا انا هعلمك الادب وهوريك ازاي تتجاهل كلامي يا حيوان يا خسيس. بس ديشا بيقول له انت بتشتمني انا؟ طب انا وحياة امك يا حديده لا سيحك يا انا يا انت في ايديك ام الملعب. ويروح ديشا ناحيته بسرعه وبيديله بالبنيه في وشه. فهنا جبنه بينصدم ولما بيشوف المنظر ده بيقول له هو اللي انا جايبه علشان ياخد حقي يتحط عليه بالبنيه؟ طب دلوقتي مين هياخد حقنا احنا الاثنين؟ وديشا بيكون متعصب جدا لدرجه ان هو خرج على صيامه وقال كلام ما ينفعش يتقال. المهم بيرميهم بعد كده بقوه كبيره جدا بره بيته. بعدها بنلاقي بنت صغيره كده اسمها ارنوبه، دي بنت عم ديشا جايبه ابوها وبتشاور له على العيال اللي كانوا بيتنمروا على ديشا. بتقول له يا بابا دول اللي كانوا بيهجموا على ديشا. حديده بينصدم وبيقول السيد سو بنفسه جاي هنا. بنلاقي بعد كده السيد سو بيقول لحديده انت ليه مش بتتدرب مع الجيش في مدينه هو؟ انا بيتوتر حديده ومش بيكون عارف يعمل ايه. وارنوبه بتكمل كلام بتوجه كلامها لحديده وبتقول له انت ازاي يا وحش يا وحش انت تهجم على ديشا الغلبان. في الوقت ده بيطلع ديشا من بيته وهو متعصب. تابع البرومبا وصل وبيكون عايز يضربهم تاني بس بيلاقي ارنوبه قدامه بتجري عليه تساله لو كان كويس، بس هو بيكون مستغرب ايه اللي جاب ارنوبه هنا وبيقول لها مالك ايه اللي جابك. بس هي طبعا بتتجاهل كلامه وبتبص في جسمه حته حته علشان تفحصه لو كان في اي مشكله، لغايه ما ارنوبه بتطمن وبتقول لديشا ان مفيش فيك اي مشكله ايه الحمد لله. بعد كده ديشا بيتقدم لعمه سو بيقول له هو انت رجعت من خط الهجوم
جم امتى؟ بس عمو سو بيقول له ما تشغلش بالك، وبيساله على الحوار اللي حصل مع الاثنين دول، فبيفهموا ديشا ان دول اقتحموا البيت بتاعه وسرقوا شويه حاجات من عنده، وكمان بيضربوا في الناس وحاولوا يعتدوا عليه وياخدوا الهدوم اللي حيلته. بس حديده بينصدم وبيقول له انت بتتكلم جد؟ احنا عملنا كل دول يا ابني؟ ده خلى العم سو بيتعصب عليهم وبيقول لهم انتوا كسرتوا قوانين الجيش العسكريه، ده هيسوء سمعه الجيش بتاعي. بيقول لحديده انت مفكر ان انا ما اقدرش اقتلك دلوقتي؟ مش عشان احنا في رمضان ان انا هخاف اقتلك مثلا، لا 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 لا، ممكن اقتلك عادي بعد الفطار. فبيتصدم حديده وبيفضل يترجاه علشان يسامحه. يعرفوا حديده على الاقل علشان خاطر عيله حديده. بيطلب من السيد سو ان هو يعفو عنه مره ثانيه. جبنه كمان بيطلب العفو والمغفره لحديده. جبنه بيفضل يهزق في نفسه هو وحديده ويقول كلام ما ينفعش يتقال، بس العم سو بيستغرب وبيقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ وبيعرف العم سو قائد الفريق حديده انت اقتحمت بيت مدني من غير اذن وكمان سرقته وهجمت على ناس تانية، انت اكيد عارف عقاب الجريمه دي في قواعد الجيش العسكريه. هو مدينه تيان اتمنع خالص اي قتال شخصي، واي حد يظلم الشعب لازم يتحرم من قوته الروحيه، واي حد يقتل او يأذي اي روح لازم يتعدم بلا رحمه. فواحد من الجنود بيقول ان حديده عارف كل القواعد لانه جندي في الجيش ولازم يتحرم من قوته الروحيه، وكمان يتفصل من الخدمه العسكريه وما ينفعش يتقبل في اي شغل في المستقبل. ولان جبنا مواطن في بلد تيان وكان بيحاول يأذي حد بس لحسن الحظ انه ما نجحش في اللي كان بيفكر فيه، لازم يتحرم من قوته الروحيه بس. فالسيد سو بيقول له انت ما قدرتش تأذي حد بسبب نيتك السوداء وقدرتك الضعيفه، لازم تتحاسب. بعدها بيبدا يسحب قوتهم هما الاثنين كانوا عمالين بيتألموا من شده الضغط بتاع قوته. لكن العم سو بيقول لهم لانكم مواطنين هنا فانا هكتفي بان انزل مستوى طاقتكم مستوى واحد بس كعقوبه تأديبيه، انما المره الجايه لو قررتوا اللي عملتوه ده انا هخلص عليكم بلا رحمه. بعد كده بنشوف الارنوبه اللي بتكون زعلانه وبتقول لي ديشا ان هي مش عارفه بابا بيعمل كده ليه، لانه لسه راجع من الجيش وما ارتاحش حتى، فعلى طول من غير ما يفكر راح وهو مستعجل للمعسكر. كل مره بيعمل كده والموضوع مضايق ارنوبه، فبيقول لها ديشا ان الشؤون العسكريه كتير وتعبها مقرف ومفيش طريقه قدامه علشان يتجنبها. بس بيقول لها انت ما تزعليش لان العم سو مش فاضي دايما، لكن ديشا بيعرفها ان هو فاضي حاليا فيقدر يلعب معاها، فبتفرح ان ديشا هيلعب معاها وبتساله هيلعبوا ايه. بيعرض عليها ديشا ان هم يروحوا يجيبوا كابوريا من البحر. هي بتستغرب في البدايه من الفكره بتاعت ديشا، بس بعد كده بنشوفهم بيضحكوا عند البحر وهي ماسكه في ايديها كابوريا وبتلعب بيهم. المهم كان ديشا عمال بيصطاد في الكابوريا وبيكون فرحان هو كمان علشان هيكون غني. ده ما يجمع كل الكابوريا اللي محتاجها ممكن يفتح مشروع من وراها. عنده وصفه سريه يطبخ بيها الكابوريا من العالم بتاعنا، اسم الوصفه الكابوريا الموحوحه. المهم بعد كده ارنوبه بتنادي عليه علشان يلعبوا مع بعض، بس هو بيروح يوريها الشنطه اللي جمع فيها كل الكابوريا، فبتساله وهي مستغربه ليه جمع العدد ده من الكابوريا. هي كانت فاكره انه هيلعب معاها بالكابوريا لكنه بيقول لها ان هو عنده خطه للكابوريا دي هتعرف هو هيعمل بيها ايه بعدين. وبعدها بنشوف ليدو وهو ماشي في السوق وتعبان يا عيني، بيقول ايه اللي رماني على الهم. وبعد ثواني بالظبط بيشم ريحه جامده جدا، وطبعا الريحه ديت بتكون طالعه من عند ريشه اللي بيطبخ الكابوريا الموحوحه وحاطط عليها صلصه عم ميسو الحارق. المهم بتكون ارنوبه بتقول لديشا انت عايز نساعدك في حاجه، وبتساله لو كان فعلا يقدروا ياكلوا الكابوريا، لكنه بيقول لها مش هتعرفي غير لما تجربي بنفسك، طعمها ادمان. بس ارنوبه بتقول له يا في الوقت ده كان ليدو جه ويقول لهم ايه الريحه الجامده دي، انا جعان، التلاجه فيها ميه. قال انا جعان قوي. فديشا بيبدا يضحك كده وبيقول لها في واحد هنا حماته بتحبه، جاي على سيره الاكل. بيعرفوا ليدو ان حماته مش بتحبه ولا بتطيقه اصلا رغم ان هو مش متجوز، بس الريحه جامده. وهنا بعد كده ارنوبه بتعرفهم ان هي ما كانتش حابه تجرب بس طلع طعم الكابوريا جامد. وبعد كده بتقوم موجهه كلامها لديشا وبتعرفه انه لازم يدوق الكابوريا اللي طبخها. المهم بننتقل بعد كده للقصر في بيت جبنه، بيكون مرمي على الارض وفي خشبه في دراعه. السيد هاي بيقول ان دراع جبنه اليمين مش هيكون لها اي لازمه بعد كده غير لو كان ناوي ان هو ما عادش يستخدم طاقته الروحيه، بيكون زيه زي الناس العاديه. بس ابو جبنه السيد شاي بيكون خايف جدا وبيقول لهم الوضع هيكون صعب قوي، وبيعرفوا ان لو دراع ابني اتقطعت ممكن يموت، وبيقوم متعصب وبيقول ان كل ده بسبب ديشا، انا هقتلك يا ديشا، هعذبك الاول واخليك تتمنى الموت. بس السيد هاي بيقول له الكلام سهل لكن القوات العسكريه في تيان بتحظر قتل الناس في البلد، اي حد يخالف القوانين هيتعاقب بلا رحمه. السيد شاي بيبدا يترجاه وبيقول له يا معلم يا سيدي الناس يستهدى بالله وفكر في الموضوع، بس طبعا النبي كده احنا عايزين نجيب حق ابني. بيقول له انا مستعد ادفع لك من جنيه ل 100 جنيه، بس طبعا مش الجنيه بتاعنا احنا يا عزيزي، الجنيه بتاعنا بيموت، وقصده هنا على الجنيه الذهب. فبيبص له السيد هاي بيقول له لو انت غني كده ومستعد تدفع يبقى اعتبر ديشا اتدفن من العيشه. وبعد كده بنشوف ديشا وليدو ارنوبه اللي بيكونوا عبوا بطنهم على الاخر وقرروا يقعدوا يرتاحوا شويه، وبيعرفهم ديشا ان لو الكابوريا عجبتهم يقدروا ياكلوها في اي وقت بشرط انهم يحطوا عليها شويه توابل وبهارات. فبيقوم ليدو مقطع كلامه وبيعرفوا ان اي حاجه يحتاجها علشان يطبخ الاكله الجامده ديت يقول له عليها وهو هيجيبها له. فهنا ديشا بيقطع تفكير ليدو لانه عارف ان صاحبه هيفضل فاكر طول حياته انه هيتغدى بالكابوريا كل يوم، وبيعرفوا ان طبخ الكابوريا صعب جدا خصوصا انك لازم تنضفها وتتبلها حبايه حبايه. في الوقت ده بتكون ارنوبه عماله بتدور على اي كابوريايه علشان تاكلها من حلاوه طعمها، وبتقدر ان هي تلاقي واحده اخيرا وبتعرفهم ان هي خلاص هتاكلها. تاكليها يا حاجه انت لازم تقولي يعني، ولا علشان احنا في رمضان؟ المهم علشان هي لكاكه وبدل ما تاكلها في صمت خلت ليدو يسمعها، اللي لحق ياخد منها الجمبريايه قبل ما تاكلها وبيطلع يجري بسرعه علشان ما تمسكوش، وهي بتتعصب منه وبتبقى عايزه تولع فيه لكنها مش فارقه معاه، بالعكس عمال يجري ويضحك ويقول لها مستحيل تاخدي مني الكابوريايه بتاعتي، وبتجري وراها علشان تحاول تاخد منه الكابوريا. نسيبنا احنا من الموضوع التافه ده ونخش على الحاجات المهمه. كان في طفل صغير
صغير بيشتري من المكتبه وبيسال صاحب المكتبه اللي اسمه تشين عن حاجه عايز يشتريها. وفي الوقت ده كان عدى ليدو من قدامهم وهو بيقول ان الكابوريا هي احسن اكله في العالم، بس ارنوبه بتقول له يقف مكانه حالا ويرجع لها الكابوريا بتاعته. ديشا كمان كان بيجري وراهم وبيعرفهم يبطلوا فضايح، هو حاضر هيطبخ لهم كابوريا مره تانية. المهم نرجع تاني لموضوع المكتبه. كان الولد ده بيسال صاحب المكتبه تشين والكتاب ده بكام، فبيقول له تشين ان الكتاب ده ب 10 جنيه، لكن الواد بيفاصل معاه وبيقول له ليه يا عم، بيقول له ما تخليها ب7 واكسب زبون. فبيوافق تشين وبيقول له يا عم اللي انت عايزه حلال عليك. بس ديشا اول ما بيشوف تشين بيجري علشان يسلم عليه، بس بعد كده بيودعه وبيمشي. تشين بعد ما ديشا بيمشي بيقول واضح كده ان ديشا ما عادش زي زمان. وهنا بيجي شريك تشين في المكتبه وبيسال لو كان ديشا حصل له حاجه، بيقول له تشين اكيد حصل له حاجه، بيقوم ماشي وهو مش مهتم. بس شريك تشين بيقول له انت تعرف الولد ده من اول ما اتولد، شفته بيكبر قدام عينك، اكيد انت مهتم تعرف ايه اللي بيحصل له لان انت بتعتبر الواد ده زي ابنك. بس تشين بيقول له مش مهم التفاصيل دلوقتي، طالما الواد ده عايش يبقى اي حاجه تانية ملهاش اي لازمه. بس شريكه بيقول له ان هو متاكد وما كانش ديشا جه سلم عليك دلوقتي، من زمانك رحت اتخلصت من الروح اللي عايشه جوه جسمه، وهو هنا يقصد روح بنت التنين اللي كنا شفناها في اول القصه. فبيبص له تشين كده وبيقول له الموضوع اسهل من كده بكتير، بس انت ليه دايما بتفكر انك تتخلص من الحاجه. بس فجاه تشين بيحس بحاجه غريب فبيطير بسرعه ناحيه ديشا. بس شريكه هنا كان عمال بيضحك عليه وبيقول له مش انت ما كنتش مهتم بالديشا من شويه؟ الوقت ده بيكون الديشا مكتف ارنوبه وبيحاول يوقفها علشان تبطل جري ورا ليدو، لكنها بتقول له انا مش هسيب ليدو مهما حصل علشان خد الكابوريا بتاعتي. فبيحاول الديشا يهداها مره تانية، يقول لها ما تزعليش يا ستي، انا هطبخ لك حله لوحدك علشان نحرق دمه وهخليه يتفرج عليك وانت بتاكلي الكابوريا واحده واحده. في الوقت ده كان هاي بيتفرج على اللي بيحصل من بعيد وبيقول في نفسه الديشا نهايتك على ايدي، يا انا يا انت في الملعب. بيوجه ضربه قويه جدا ناحيه الديشا، بس تشين بيظهر فجاه وبيصد ضربه هاي قبل ما توصل للديشا. فهنا هاي بيتعصب وما بيكونش فاهم اللي حصل وبيستغرب مين اللي صد الضربه، لحد ما بيلاقي السيد تشين واقف قدام. السيد تشين بيقول له تعالى نروح نتقاتل في مكان تاني، لكن برضه هاي كان مستغرب ازاي صاحب المكتبه قدر يصد الضربه بتاعته. بيقول له السيد تشين ان هو كان عايز يكون مجرد صاحب مكتبه عادي جدا ويعيش بسلام، بس واضح كده ان هو مش هيعرف. على العموم بيعرف هاي ان القتال ممنوع هنا في مدينه تيان، فبيقول له هاي انه ما يتدخلش ومالوش دعوه بالقتال ده. فبيبتسم له السيد تشين وبيقول له طب لو كنت مصر ان اتدخل. بيقوم هاي قايل له كده يبقى انت نهايتك على ايدي، بيقوم موجه له ضربه قويه جدا. فالسيد تشين بيعرفه ان هو كان حذره في الاول وما يندمش بقى على اللي هو هيعمله فيه دلوقتي. هنا بقى كان هاي مستغرب وبيساله هو بيدافع عن الواد ده ليه، بس تشين مش بيرد عليه وبيهجم عليه بضربه قويه جدا بتخليه يبان هيكل عظمي من قوه الضرب. وهنا تشين بيعرفه ان هو مش هيقتله بس عنده شرط انه يخرج من مدينه تيان. وفي الوقت ده كانت ارنوبه شايفه هاي بيقع من السماء وعمال بيتقل، بتنده على ديشا وبتساله هي ايه اللي شايفاه ده، وقبل ما ديشا بيرد عليها وبيقول لها ان هو مش عارف بتقطع كلامه وبتساله لو كان ده شخص عادي. فبيعرفها ديشا ان هو مش متاكد لو كان انسان عادي او من الخالدين، لان الخالدين شكلهم مش بيكون كده، بيكون شكلهم اقوى. وفي الوقت ده بيكون في جندي ورا ديشا بينادي عليه، بيرد عليه ديشا وبيطلب منه يعرف بنفسه. فبيقول له الجندي ده ان هو جايب له استدعاء التجنيد بتاعه في الجيش، ان لازم بكره الصبح يروح لمكان التجنيد. فهنا ديشا بينصدم وبيقول له التجنيد لحق يوصل بالسرعه دي؟ وتاني يوم بنلاقي ارنوبه ماشيه مع ديشا، بتعرفه ان الهدوم اللي هو لابسها ديت شكلها حلو قوي، بتستغرب من انها اول مره تشوفه لابس الهدوم الجميله ديت في حياته، فعشان كده بتساله ليه ما لبسهاش قبل كده. بيعرفها تشين ان ابوه طلب منه ما يلبسش الهدوم دي غير لما يروح الجيش. فبتساله بعد كده عن العم سو وازاي بيعامل الجنود في الجيش. بيعرفها ديشا ان هو سمع انه شخص متواضع وطيب ومش بيحب يظلم حد، من الاخر يعني كده مفيش منه اتنين. فجاه بيجي ليدو بشنطته الكبيره اللي بيرميها على ديشا وبيقول له ان العم سو هو البطل اللي بيحمي المدينه وفاضل له تكه واسمه يخلد في التاريخ ويتذكر في الكتب التاريخيه بسبب كميه التضحيات اللي قدمها لبلدهم. فبيستغرب ديشا وبيقول له انه ما كانش يعرف انه بالقوه دي فعلا. بيقوم ليدو قايل له امال انت كنت فاكر ايه، ده العم سو في مره منع ملايين الوحوش ان هم ياخذوا دولتهم. فبيقول له ديشا يبطل هبد وتطبيل. بيقول له المهم دلوقتي الشنطه اللي انت جايبها ديت فيها ايه. يعرفوا ليدو ان دي هديه عسكريه جايبها مخصوص علشان، ولما بيطلعها بنلاقي ان هو جايب له رداء من الفرو. فعلى طول ديشا بيلبسها وبيكون منبهر من شكله في الرداء ده. بيقول لليدو ان ذوقه حلو جدا في الهدوم. فبيقول له ليدو ان دي اقل حاجه عنده، كان لازم يجيب لي ديشا حاجه تحميه من البرد. بس بيعرف ديشا انه ما ينساش الوعد اللي وعده له، اول ما يرجع من الجيش هيطبخ له الكابوريا الموحوح علشان هو لوحده. فبيعرفوا ديشا ان هو مش ناسي الوعد وهينفذه له اول ما يرجع من الجيش. بس كان مستغرب كده وبيقول في نفسه هو ليدو من اول ما شاف الكابوريا بقى كريم جدا كده ليه، يا كان طعمها حلو قوي للدرجه دي. المهم بعد كده بيوصلوا لمنطقه مليانه كلها تلج، وديشا بيعرفهم انهم يرجعوا هما الاتنين بقى للقريه علشان ما يتجمدوش هنا لو خرجوا بره الحدود، وهو هيكمل ماشي لوحده. بس ليدو بيقول له ما تشغلش بالك، احنا ما احناش مكانين اصلا علشان نعدي التلج ده. بعدها بنلاقي ارنوبه بتصح لليدو وبتقول له ان الجو برد، بتسالهم لو كانوا خرجوا بره حدود المدينه. فبيعرفوها ان هم طلعوا بره فعلا، ان الجو بيكون برد قوي بره الحدود، ولولا البرد ده ما كانش زمانهم عايشين في المدينه، كان زمانهم سافروا حول العالم. كان نفسه ان هو يكون
كان مقاتل متجول. فبيقطعوا ديشا وبيقول له ما يقلقش، لانه اول ما يكون مقاتل قوي هياخدوا ويلفوا العالم هما الاثنين ويفضلوا يجربوا احسن وصفات الاكل. وبعد كده بنعرف ان في العالم ده لسبب ما موسم الشتاء فضل في العالم ده لمده سنتين، لكن مدينه تيان هي المدينه الوحيده في العالم اللي ما حصلش فيها الموضوع ده، والجو في مدينه تيان كان طبيعي جدا. المهم بعد ما ديشا ساب ارنوبا وليدو بيكون وصل لمكان التجنيد، وبيروح للقائد اللي بيقول له ان هو شكله شاب نشيط جدا. بيدي القائد رسالتين لديشا وبيقول له يروح يوصلهم لمدينه فانج وبعد كده يرجع تاني. بس بيسال ديشا لو كان راح لمدينه فانج قبل كده ولا لا. بيعرفوا ديشا ان عمره ما خرج بره مدينه تيان اصلا قبل كده. بيقوم القائد مطمن ديشا وبيقول له الموضوع سهل جدا، كل اللي انت هتعمله انك هتمشي من الاماكن الجليديه لحد ما يوصل لمدينه فانج. وبعد ما ديشا بيمشي بنلاقي القائد عمال بيضحك وبيقول ان الشاب ده لسه صغير وقدامه الحياه طويله، بس للاسف الشاب ده هيموت في عز شبابه. المهم بنروح لديشا اللي بيكون ماشي في عز البرد، وبيقول ان الجو برد قوي ومفيش حتى كهف علشان يستخبى فيه لحد ما العاصفه تهدى شويه. على العموم بيفضل ماشي ومستحمل بروده التلج الشديد، بس فجاه بيقف من صدمته لما بيشوف بنت مرميه على الارض، وبيسال نفسه هي ايه اللي جاب بنت للمنطقه المتجمده دي. والبنت اللي قدامه ديت بتكون عماله تعيط لحد ما بتبص لديشا كده وبتطلب منه انه ينقذ عيلتها، بس هو ما بيكونش فاهم حاجه ومش عارف يرد عليها بايه، فضل مستغرب هي بتعمل ايه اصلا في البرد وازاي جت هنا. بس فجاه البنت دي بتقف وبتطلب منه انه ينقذ عيلتها، بتعرفه ان هي بنت لوحدها وفي حته غريبه وملهاش اي حد يساعدها. بس برضه ديشا ما كانش مطمن وحاسس بحاجه غريبه من ناحيتها، فعلشان كده بيهجم عليها باستخدام تقنيه الطور. هي بتتفادى الهجوم ده بكل سهوله وبتقول له انت ازاي جاحد قوي كده لدرجه انك تهجم على بنت بتستنجد بيك للمساعده. بتمسكه كده وبتقول له انت ممكن في يوم من الايام بالحركه اللي انت عملتها دي تاذي واحده حلوه زي كده. وفجاه بتستخدم السحر بتاعها عليه، وللاسف قدرت تسيطر على ديشا اللي بيقع تحت الوهم بتاعها، وبيفضل يقول لها ان هي حلوه جدا والكلام الفاضي ده. وهي بتستغل اللحظه دي وبتقول له ان المكان برد جدا، فبتطلب منه كعبد ان هم يروحوا المكان تاني. ديشا بيعرفها هو تحت سيطرتها ان هو دلوقتي بقى العبد بتاعها وهيعمل كل اللي هي تطلبه منه، وهي بتقول له يبقى انت مستعد تكون من افراد عيلتي. وديشا بسبب انه تحت تاثير السحر بتاعها بيقول لها ان هو يكفي انه يكمل حياته معاها، فبتقرب منه وبتقول له انت كده عبد مطيع. لكن فجاه بيظهر حد من وراها وبيهجم عليها بالسيف في ظهرها، وبيقول لديشا ما يبصش بعين البنت دي. بعد كده بيكون خرج ديشا عن سيطرتها وما بيبقاش عارف ايه اللي حصل. بس المحارب اللي انقذ ديشا بنعرف ان اسمه دونج، وبيقول لديشا يهرب من المكان ده بسرعه. بالنسبه للبنت فهي بتكون اتعصبت جدا وبتقول له ازاي واحد زيك يتدخل في اللي ملوش فيه، بالذات وانا كنت دلوقتي هحصل على عبد جديد. وبتفضل تقول له ان هي حصلت على فريسه سهله وكان زمانها دلوقتي مسيطره عليه. لكن دونج ما بيسيبهاش تكمل كلامها وبيقول لها ان هي ساحره ونهايتها هتكون على ايده، وبيحصل انفجار طاقه بيرمي دونج لبعيد. بالنسبه لديشا فهو لحد دلوقتي مش مستوعب اللي شايفه، والساحره بتفضل تطارد دونج علشان تحاول تقتله، بس دونج كان عمال بيهرب منها. لكن في الاخر بيوصل لمكان مسدود ومش بيكون عارف يروح فين، فهي بتيجي من وراه كده وبتقول له ان دي فرصتها علشان تقتله. بس اللي كانت مستغربه منه هو ليه وقف فجاه وبتساله لو كان استسلم. المهم بتبدا تجهز السحر بتاعه وبتقول له ان هي عايزاه يكون فرد من عيلتها لانه وسيم جدا وخساره في الموت. ودونج كان عمال بيعد من 1 ل3، بعد ما بيقول 3 بتظهر دائره سجن سحريه حوالين الساحره، فبتنصدم وبتقول له انت عملت دائره سحريه هنا امتى وازاي اصلا ما شافتهاش. بيقول لها ان هو ما يعرفش انت ما شفتهاش ازاي، انت اللي عاميه تقريبا، لان هي واضحه وضوح الشمس. بيقول لها ان هو مش هيكتفي بس بالسجن ده، لا وكمان هيدعمها بهجوم جبل التلج. بس هي بتصد الهجوم ده وبتقول له في احلامك حتى لو استخدمت دايره سجن سحريه انت مش هتقدر تقتلني. لكن فجاه بيظهر محارب تاني وبيقول لها ان هي مجرد ساحره وهيخلص عليها، وبيهجم عليها بهجوم السما الفتاك. دونج بيستغل الموقف ده وبيهجم عليها هو كمان، وبيقدروا هما الاثنين يخلصوا عليها فعلا. وبالليل بنلاقيهم هما الثلاثه عمالين ياكلوا ويشربوا مع بعض، ودونج بيقول ان الساحره اللي خلصوا عليها كانت قويه جدا، لكن ديشا ما بيكونش عارف اي معلومات عنها. فالمحارب اللي معاهم بيقول له ان اسمها فتاه الجليد، بتتمسكن وبتعمل نفسها في مشكله ومفيش حد معاها يساعدها علشان توقع الشباب وتسيطر عليهم. بتقول له كمان ان هي لو نجحت في سحر اي حد بتمتص روحه وبتدمرها علشان عمرها يزيد وكده. وهنا ديشا كان سرحان ومش بيرد عليهم، فدونج بيساله هو سرحان ليه وايه اللي بيفكر فيه. بيقول له ديشا انه كان حاسس ان في حد عايز يغدر بيه، بنلاقيه بيفكر في القائد اللي بعته في المهمه دي اصلا. وهم بينصدموا ودونج بيعرفوا ان كل اللي في الجيش عارفين ان فتاه الجليد بتظهر في الفتره دي، وبيسالوه مين الشرير اللي بعته هنا وقال له يمشي من الطريق ده. بيعرفوا ديشا ان اللي بعته يبقى قائد كتيبه الرمح، وبنلاقي المحارب مستغرب وبيقول له قائد كتيبه الرمح مره واحده. بيسال ديشا لو كان غلط في حد من قرايبه ولا حاجه. بيعرفوا ديشا ان هو من كام يوم عمل مشكله مع اتنين، واحد اسمه جبنه والتاني اسمه حديد، وفشخهم هما الاتنين. فدونج بيستغرب وبيقول له انت قصدك على حديده جونج، ده تقريبا قريب قائد الكتيبه اللي اسمه يانج جونج. وبيقولوا لديشا ان تقريبا الموضوع ده معقد جدا معاك. وبعدها بننتقل لواحده كانت عماله بتتكلم على ديشا وحش وبتقول انه بتاع مشاكل. بتدخل لبيت شاي اللي بيقول لها ان هي مقاتله السيف الوحيده في عيله تشاو، وعلشان كده هيعتمد عليها في الموضوع اللي هو عايزها فيه علشان القرار ده هيكون في ايديها. لكن هنا بنلاقيها بتستغرب وهي بتقول له انها كانت بتعتقد ان ديشا مات من زمان. شاي بيبتسم وبيسالها هي ناويه تموت ديشا امتى. تعرفوا انه يستنى واسبوع بالكتير وهتخلص عليه. وفي الوقت ده بيكون ديشا معدي من المكان اللي هم فيه، وصاحب محل السمك بيقول لديشا
ديشا انه بقاله فتره ما شافوش. بيضحك ديشا وبيقول له ان هو بقى مشغول جدا الفتره دي لدرجه ان هو ما عادش بيروح بيته. بيقوم صاحب السمك قال لديشا ان هو يبقى يعدي عليه في اي وقت هيبيع له السمك بسعر حلو. المهم كانت هنا بنت عيله تشاو عماله بتبص على ديشا من فوق وبتقول لشاي ان في طرق كتير تقدر تخلص بقى على ديشا، وبتعرفه ان ما يستعجلش لان الصبر مفتاح الفرج وان مصير ديشا هو الموت لا محاله. المهم بعد كده بنشوف بنت عيله تشاو اللي اسمها يان عماله بتوزع حلاوه على الاطفال الصغيرين. ديشا كان واقف بيبص عليها فبتبص هي عليه وبتقول له انت ما انتش فاكرني ولا ايه؟ بيرد عليها ديشا وبيقول لها ان هو فاكرها طبعا بس بيسالها هي اللي جابها هنا. بتبتسم له يان وبتقول له ان قلبها حن للمدينه انها ما جاتش هنا من فتره وحست ان قلبها فاضي والمدينه وحشتها، وبتقول له ان هي فخوره بيه لانه كبر وبقى جميل. وبعد كده بتقوم مدياله حلاوه فبياخد منها الحلاوه وبيشكرها وبيقول في نفسه انت حسيتي ان قلبك فاضي؟ ها انت اصلا ما عندكيش قلب. بعد كده بيوزع الحلاوه اللي خدها منها على الاطفال وبيقول لهم ان الحلاوه ديت من عمتهم يان. الاطفال بياخدوا منه الحلاوه وهم فرحانين وعمالين بيشكروا في يان، بس يان بتتضايق وبتقول في نفسها ان ديشا حريص قوي وشكله كده كان خايف لا يتسمم من اكل الحلاوه دي، فعلشان كده وزع الحلاوه على الاطفال. بعدها بنلاقي ديشا بيدخل بيته وبيعزمها على كوبايه شاي، بس هي بتعرفه ان هي تفضل بره شويه علشان تلعب مع الاطفال ونظراتها كلها كانت شر. واول ما ديشا بيقفل الباب بتقوم راميه تعويذه سحريه بتدخل لبيته. ديشا بيبص عليها من الشباك وبيقول ان هي لسه لحد دلوقتي ما روحتش، فواضح كده ان هي ناويه على مصيبه. وفي الليل بنلاقي الباب بيخبط على ديشا فبيروح يفتح الباب وبيسالهم مين اللي عمال بيخبط، واللي بيخبط ده بيفضل ينادي على ديشا وعمال بيستنجد بيه. فديشا اول ما بيفتح الباب بيلاقي عيل صغير كان يعرف ابوه. بيستغرب ديشا وبيقول له انت ايه اللي بهدلك كده، وبيساله على مكان ابوه. فبيعرفوا العيل الصغير ده اللي اسمه بيلي وهو عمال بيعيط ان ابوه مات من 6 شهور بسبب الغول اللي فضل يعذب فيه. وبيقول له كمان ان هو قبل ما يجي لديشا راح لكل الناس اللي ابوه كان يعرفهم وطلب منهم المساعده بس ما كانش في حد بيوافق وكلهم عملوا ان هم ما يعرفوهوش. فبيستغرب ديشا وبيصعب عليه، فعلشان كده بيمسح دموعه وبيقول له ما يخافش ويطمن لانه من النهارده يعتبر البيت ده بتاعه، ولو عايز اي حاجه يقول له جيبها له لانه دلوقتي هيعتبره اخوه الصغير. فجاه الواد ده بيمسك بطنه لانه كان مكسوف يقول لديشا انه جعان، فبيفضل ديشا بيضحك وبيقول له انت جعان؟ طب انت محظوظ انا هاكلك اكله من عالم تاني. وفي الوقت ده بنلاقي ليدو كان عمال بيتمشى وبيشم الريحه الجامده دي. ارنوبه هي كمان بتشم الريحه دي وبتقول ان تقريبا الريحه ديت ريحه الكابوريا الموحوح. فبيجروا هما الاثنين على بيت ديشا علشان ياكلوا معاه، بس ديشا بيقول لليدو هو انا مصاحب كلب ولا ايه؟ حاسه الشم عندك جابت الريحه من بيتك ازاي؟ وارنوبه هي كمان بتضحك وبتقول له ان الريحه كانت جامده جدا، فاول ما شمتها جت على طول جري. بس بعد كده بنلاقي ليدو عمال بياكل وبيقول لديشا هو انت ازاي هتتبنى الطفل ده وتصرف عليه؟ انت مش معاك فلوس تاكل نفسك اصلا، انتوا شكلكم كده ناويين تعيشوا على الطاقه الشمسيه زي النباتات. فبيلي اول ما بيسمع الكلام ده بيكون محرج جدا، فبيقوم ديشا حاطط اكل كتير جوه بق ليدو علشان يكتم لانه ما عندوش جبر خواطر بربع جنيه. بيقوم قايل لبيلي سيبك من المتخلف ده خنزير، ده بيحب ياكل بس هو طيب جدا وبيهزر على طول. ويطمن بيلي وبيعرفه ان هو لو عايز اي حاجه يطلبها منه وهو معاه فلوس هيجيبها له على طول. بس ليدو بيقطع كلامه وبيعرفه ان هو عنده طريقه تخليه غني وبكل سهوله، والطريقه دي هتخليك قادر تاكل البيت وتاكلني طول العمر. ديشا ما كانش متفائل في البدايه لكنه بيسمعه. بيقول له ليدو حلو قوي، الفكره بتاعتي هتعجبك جدا، انت بس اسمعني كويس. قبل ما بنعرف هي كانت ايه خطه ليدو بننتقل بعد كده ليان اللي كانت بتكلم شاي وبتعرفه ان بكره بالكتير هيكون اخر يوم في عمر ديشا، بس بتقول له خلي بالك دي اخر مره هساعدك فيها في القتل، وانه لو احتاج يقتل حد بعد كده يعتمد على نفسه. بيقول لها ان هو مش عايز اي مساعده مره تانية، هو عايز بس دلوقتي انها تخلص على ديشا. المهم بنرجع لبيت ديشا وبنلاقيه نايم وجنبه ارنوبه، وبنلاقي التعويذه بتاعت يان اشتغلت، اتحولت لسيف عملاق ورايحه ناحيه ديشا عشان تخلص عليه. لكن فجاه بيخرج قوه روحيه من الاسد الحجري اللي في بيت ديشا علشان توقف قوه السيف، وبيكسر السيف 100 حته. لكن في نفس الوقت الاسد هو كمان بيتقسم نصين. وفي الصبح بنلاقي ديشا مستغرب من ان التمثال بتاع ابوه اتدمر لان ابوه خرنج هو اللي عمل التمثال ده. والناس بتتجمع وبنلاقي واحد بيقول ان الاسد ده معمول علشان يحمي بيت ديشا ويمنع اي كارثه ان هي تحصل له. وبنلاقي واحد تاني بيسال ديشا لو كان شاف اي حاجه غريبه حصلت امبارح. في الوقت ده كانت يان بتراقب من بعيد اللي بيحصل ومتضايقه ان ديشا لسه عايش، تقول في نفسها ان ديشا محظوظ جدا ازاي لسه عايش، ده استخدمت اقوى تعويذاتها. فعلشان كده بترجع تاني من مكان ما جت. لكن السيد تشين كان شافها وهي ماشيه فبيروح لها، وهي بتتخض لما بتحس بقوه غريبه جدا بتظهر من حواليها، وبتفضل تبص حواليها كده وهي بتسال نفسها هي القوه دي جايه منين. فبنلاقي السيد تشين بيقول لها ان هو مش هيتعامل برحمه مع اي حد يحاول يأذي جيرانه، وبينقلها لمكان تاني بره المدينه علشان يواجهها. بعد ما بينقلها بيقول لها انت عشت عمرك كله مع الكلاب فتعلمتي قله الاصل منهم صح؟ لكنها بتتعصب من كلامه وبتقول له انت لو جاي علشان تواجهني يبقى بتكتب نهايتك بايدك. وبنلاقيها بتهجم عليه بالسيف بتاعها، لكن السيد تشين بيتفادى الهجوم ده بكل سهوله وبيقوم ضاربها بايده في راسها بقوه سحريه بسيطه، وهو بيقول لها ان هي ست شريره جدا. فبتقع على الارض وبتساله لو كان بيعمل كل ده علشان واحد زي ديشا ملوش اي قيمه، فهل هو مستعد يحارب عيله كامله علشان يحمي واحد حساله زي ديشا؟ بس السيد تشين بيقول لها احارب عيله؟ انت مفكره ان انت عندك عيله اصلا؟ هو انت علشان بقيتي مقاتله روحيه اتجرأتي وفاكره نفسك من عيله؟ بيعرفها ان هي ما عندهاش اصل. قبل ما بيمشي بيعرفها ان هو المره دي هيحذرها بس، لكن لو شافها بتحاول تقرب من ديشا فنهايتها هتكون على ايده.
بعد كده بنشوف 3 اشخاص جايين من الجيش، كانوا 2 رجاله وبنت ماشيين في المدينه، والتخين اللي فيهم بيقول ان باين كده ان الكلام اللي بيتقال عن مدينه تيان صح، العالم كله برد الا المدينه دي الجو بتاعها جميل جدا. لكن الرفيع اللي معاه بيقول له رغم ان المدينه الاجواء فيها جميله الا ان الطاقه الروحيه اللي فيها برضه قليله جدا، وده غريب جدا. وفي الوقت ده كان التخين اخد باله من يان وهي واقعه على الارض، فبيروح يسلم عليها وبيحاول يشقطها، بس هي بتتعصب وبتقول له يبعد عنها. فبيرجع لصاحبه وبيقول له ان مش بس الجو غريب في المكان ده، كمان النسوان عنيفه جدا. وبعدها البنت اللي معاهم بتاخد بالها من ديشا وهي لابسه شنطه كبيره، فبنلاقيها راحت له وبتقول له ان هم جايين من طائفه شانج في الجنوب، وبتساله لو كان هو المتخصص في نقل المهام، بس ديشا ما بيفهمش هي قصدها ايه بالمهام ومهمات ايه اصلا. فبتقوم سالناها تاني لو كان في مكان ممكن ينتقلوا بيه من هنا، وهي هنا تقصد الانتقال الاني، بس برضه ديشا ما بيفهمش هي قصدها ايه، وبيقول لها ان هو مش فاهم منها اي حاجه، فعلشان كده بيسالها لو كان قصدها على البريد. وقبل ما بترد على ديشا بنلاقي رفيع اللي معاها بيقول لديشا ما يشغلش باله، وان هم هيتمشوا في المدينه ويشوفوا اللي هم عايزينه. وبعد ما بيمشوا من قدامه بيقول بيلي لديشا ان البنت دي شكلها حلو جدا. الواد ده اكتشاف. بيأكد ديش على كلامه، بس بيقول له ان اللي لفت اهتمامهم هدومهم اللي لابسينها، الهدوم اللي لابسينها دي غاليه جدا، ده حتى عيله شانج بنفسها ما لبسوش الهدوم دي. وبيقول في نفسه هي كانت بتقول مهمات ونقطه انتقال، وكانه حاسس انه سمع المصطلحات دي قبل كده. على العموم بعد كده بيفتكر كلام ليدو وهو بيقول له لو عايز تكسب فلوس كتير بسرعه لازم تصطاد 30 كابوريا، بس علشان تصطادهم لازم تفعل تقنيه القبضه الكهربائيه على الميه، فبكده هتقدر تصعق الاسماك وهتجمع عدد كبير بسرعه. المهم بنلاقي ديشا بيقول خليني اجرب انا مش خسران حاجه، ويقوم موجه ضربه للنهر بقبضته الكهربائيه، فبيلاقي اسماك كتير وكابوريا كمان بينطوا لفوق من قوه القبض، بس بنلاقي ان بيلي كان حاطط ايده في النار وبسبب ضربه ديشا ايديه وجعته. المهم الخطه اللي قال عليها ليدو نجحت، وفعلا كل الاسماك والكابوريا ميتين على وش الميه، وبيلي ماسك شبكه وعمال بيجمع فيهم، وديشا بيقول له وهو بيضحك ان هم دلوقتي جمعوا كابوريا كتير جدا، يلا بقى ندخل في المرحله الثانيه علشان نجمع فلوس. بس بعد كده بنروح للعالم بتاع ديشا، بنلاقي فيه ان اخت ديشا في العالم الثاني واقفه قدام جسمه، وبتسال الدكتور كمان لو كان الناس اللي ارسلهم للعالم الثاني علشان يساعدوا ديشا وصلوا ولا لا. بيرد عليها الدكتور وبيعرفه ان هم بالفعل وصلوا للعالم التاني، ولو الامور مشت زي ما هم مخططين المفروض يشوفوا ديشا ويساعدوه. بتقول له فينو تمام، وبتعرفه ان هي عايزه تعرف حاله اخوها دلوقتي علشان تطمن عليه، لكن الدكتور بيرد عليها وبيقول لها للاسف ما ينفعش يشوف حاله ديشا دلوقتي بسبب ان الجهاز ده سري جدا وما ينفعش يجيبوا معلومات من عليه. بيقول لها مفيش داعي ان هي تستعجل ويستنوا لحد ما يشوفوا ايه اللي هيحصل. بنرجع تاني لعالم تيان وبنروح لمطعم بيكون فيه واحد اسمه هان مقاتل سيف الروح من المستوى التاسع. بنلاقيه بيقول لصاحب المطعم جاي ان هم شامين ريحه غريبه طالعه من الكبده واللحمه، ده غير كمان ريحه الدم طالعه منهم. بيتوتر جاي وبيتاسف له وبيعرفوا ان علشان دي غلطه من عندهم يطبخوا له الاكل تاني مخصوص علشان خاطره. وفي الوقت ده كان في 2 عمالين بيتكلموا، واحد منهم بيقول للي جنبه ان هان ده ذوقه جامد جدا، بيزور مطاعم كتير جدا واي طبق بيعجبه بيتشهر بسرعه كبير عالم تيان كله. وفي الوقت ده بنلاقي ديشا داخل بطبق الكابوريا الموحوح، وهان اول ما بيشم ريحه الكابوريا الموحوحه بيقول له ايه الريحه الجامده دي، فبيبدا ديشا يتملق فيه وبيقول له ان هو طبخ له الكابوريا الموحوحه مخصوص علشانه اول ما عرف ان هو جاي. فبيبدا السيد هان بيدوق بايده وبيكون معجب قوي بالاكل ده، وكل الموجودين في المطعم كانوا مصدومين من ردة فعل السيد هان، لان السيد هان اول مره يعجب باكله بالطريقه دي. وليدو بيروح لصاحب المطعم وبيقول له ان اكله الكابوريا الموحوحه محدش يقدر يعملها زي ديشا، وبيعرض عليه ان هو يتعاون مع ديشا علشان يقدموا الوجبه دي في المطعم، وساعتها هيعملوا ثروه كبيره مع بعض. فصاحب المطعم جاي بيكون تقريبا مقتنع بالكلام ده شويه وبدا يفكر في الفكره دي. بعد كده بنلاقي بيلي بيسال ديشا لو هم خلاص دلوقتي بقوا اغنياء معاهم فلوس كتير، بيرد عليه ديشا وبيقول له ان هو مش متاكد لان لسه ليدو بيتفق مع صاحب المطعم. لكن فجاه ديشا بينصدم لما بيلاقي حديده جاي له ومعاه واحد من قرايبه اسمه يور علشان ياخد حقه من ديشا، لانه المره دي جايب له واحد قوي جدا من قرايبه. فمن الرعب بيستخبى بيلي ورا ديشا، اول ما بيشوف يور بيطلع السيف بتاعه وحديده بيكون واقف مبسوط، بس ديشا بيستفز حديده وبيقول له مهما تجيب مقاتلين مش هيقدروا يهزموني، كل اللي انت هتجيبهم انا ههزمهم، وبعد الفطار هعمل معاك الجلاشه. لانه بيعرف حديده ان شكله كده بقى بيحب ياخد الحديده، حديده بيتعصب جدا من كلامه، بس يور بيقطع كلامهم وبيقول لي ديشا انا مش عارف انت جايب الثقه دي كلها منين، انت مفيش اي تقدم في مستواك. وهنا بقى حديده بيفضل يقول ليور ان ديشا شرير جدا لازم يجيب له حقه منه. يرد عليه يورو بيقول له ان مهما كان ديشا شرير او قوي قوي هيفضل حشره لانه مجرد مقاتل من المستوى الثاني. وبيهجم على ديشا بضربه قويه جدا بيعمل انفجار قدامه بيرميه هو وبيلي بعيد، فديشا بيطلع بطاقه الهويه بتاعته وبيديها لبيلي وبيقول له ياخدها، وبيروح بسرعه على مكان التجنيد بتاعه يدور على واحد اسمه شوايه يديله البطاقه بتاعته وهو هيجي بسرعه علشان يساعده. بس بيلي بيكون خايف يمشي ويسيب ديشا لوحده لحد ما بيهجم يورو على ديشا وبيقول له محدش هيقدر ينقذك مني النهارده. اصلا على
فلما يكونوا وصلوا انت هتكون عباره عن جثه مدفونه في الارض. بس ديشا مش بيرد عليه وبيطلب من بيلي ان هو يتحرك بسرعه، فعلى طول بيروح بيلي يدور على شوايه علشان يجي ينقذ ديشا، وديشا بيهجم على يور بضربه قويه جدا. بس يور بيتعصب وبيسال ديشا انت ازاي تتجرأ تضربني انا، وبيعرف ديشا ان هو هيلعب بيه زي الفار لما بيلعب بالقط، وفعلا بيهجم على ديشا بضربه قويه جدا. فديشا بينصدم من هجوم الضربه اللي جاي ناحيته، بس بيفضل واقف في مكانه علشان يحاول يصدها، لكنه مش بيقدر يستحمل وبيترمي في النار من قوه الضربه بتاعت يور. بس هو بيترمي بيقول لحديده انت مجرد حساله بتستقوي بقوه غيرك، واصبر عليا بس لما اكون اقوى هتخلص منك واقطعك حته حته. بالنسبه لحديده فكان عمال بيضحك وبيقول لديشا ده اللي بيحصل للي يحاول يقف قدامي. لكن في الوقت ده بيكون شوايه اخيرا وصل هو ويون، فاول ما يور بيشوف شواي بيركب السيف بتاعه علشان يهرب بسرعه. حديده بينصدم وبيقول له انت رايح فين؟ خدني معاك يا زميلي، انت هتسيبني وحدي ولا ايه؟ بس شوي بيدوس على حديده بالحصان بتاعه وبيقول ان هو عدى حدوده ولازم يخلص عليه، وبعد كده بيحاول يهجم على يور. بس يور بيستغرب وبيقول له انت بتعمل ايه؟ انا هونج يور من عيله هونج. والسيد شوي ما كانتش فارقه معاه وبيرد عليه وبيقول له ان هو ما يهموش انت ابن مين ولا مين. فبيقول له يور هو انت بتعمل كل ده ليه لمجرد واحد حساله من المستوى الثاني ملوش اي قيمه؟ فبيقوم السيد شوي بيوجه له ضربه وبيقول له هو المحارب اللي من المستوى الثاني مش انسان ولا ايه؟ وبيقول له انت قلت لي دلوقتي انك من عيله هونج صح؟ السيد شوي بيعرف يور انه ما عندوش مانع يسيبه علشان خاطر عيلته، لكن بشرط واحد، الشرط ده ان هو هيوجه له لكمه لو استحمل الهجوم ده وما ماتش هيسيبه عايش مشلول. لكن الضربه دي بتكون قويه جدا ومن قوتها بترميه بعيد، فشوي بيبتسم وبيقول ان هو مستحيل يعيش بعد الضربه دي، علشان كده بيمشي وبيسيبه. وبنلاقي بعد كده ليدو معاه ارنوبه وبيلي كلهم واقفين قدام النار عمالين يعيطوا على ديش، وهنا بيجي السيد الشاي وبيطمنهم بيعرفهم ان ديشا بيستعمل فنون القتال، وعلشان كده اكيد يعني هيكون عنده القدره انه يحبس نفسه لفتره طويله من غير ما يموت. السيد شوي بيقول للجندي اللي واقف وراه انه عينيه ما تغيبش عن النار ده لحد ما يلاقوا ديشا، انا عايزكم تدوروا في كل حته. وبننتقل بعد كده لمكان تاني جنب النار، نلاقي واحده بتقول لتشين ان هو سيدها وان هي قدرت تلاقي ديشا. فبيرد عليها السيد تشين وبيقول لها انت مستنيه ايه؟ طلعيه بسرعه. وبيقول لها خليكي فاكره لو هو مات انت كمان هتموتي. بنلاقي ان هي طلعت ديشا وحطته قدام السيد تشين. بعد كده تشين بيقول لها بعدي انت دلوقتي وانا هتصرف، وبيعمل هاله حواليه هو وديشا. فبنلاقي ان بيضه ظهرت جنبهم، تشين بيقول لها ان هو عمل الهاله ديت علشان ما حدش يشوفها، لان لو حد شافها هنا ممكن يحصل لهم مشاكل. وبيضه بتساله لو كان عايزها تخلي بالها من ديشا. يوم السيد تشين قايل لها انت المفروض تحميه من نفسك من غير ما اقول لك. بيسالها هي ليه ما حاولتش تعمل اي حاجه لما لقت حديده جايب واحد قوي جدا علشان يواجه ديشا. فبتعرفه بيضه ان الموضوع كان خارج عن سيطرتها بسبب انها لو اتدخلت السيف بتاع ديشا هيهجم عليها ويمحيها من الوجود. وبعد كده بتبدا تحاول تعالج في ديشا، فبيبدا ديشا يستعيد وعيه وهو عمال بيكح. بتبدا بيضه تلوم في السيد الشن وبتعرفه ان هي برضه كانت هتتصرف، وبتساله انت ليه اتدخلت دلوقتي والمفروض ان ديشا دلوقتي تحت مسؤوليتها، يعني هي مسؤوله عنه وهتحميه برضه حتى لو كانت هتفقد حياتها. يوم السيد الشن ما ابتسم لها وبيقول لها ان هو ما كانش قصده يضايقها من كلامه، هو بس اتدخل عشان كان خايف على ديشا لانه مش هيستحمل لو ديشا حصل له حاجه. وفي الوقت ده بنلاقي يون راكبه الحصان بتاعها وعماله تدور على ديشا، فهنا بتقوم بيضه مديه ديشا للسيد تشين، بتعرفه ان هو يخلي باله من تشين لحد ما يون تيجي تاخده. وبعد كده بننتقل لاجتماع عيله هونج، بنلاقي واحد من افراد العيله بيقول لهم ان تصرفات السيد تشين زادت قوي عن حدها الفتره دي، بقى بيتدخل في اللي ملوش فيه ونسى ان احنا ساعدناه كتير قبل كده. بيرد عليه واحد تاني وبيقول له كل اللي حصل ده لازم يقف دلوقتي ولازم نلاقي حل للموضوع ده. بس بنلاقي واحد تالت بيقول دلوقتي بعد ما يور مات لازم نتخلص من ديشا علشان ننتقم له. فجاه بتظهر لهم بيضه اللي بتقول لهم انتوا بقى اللي عايزين تتخلصوا من ديشا. وبعد كده بنشوف ديشا اللي بيكون عمال بيتألم بسبب اللي حصل له. ليدو بيقول له ان هو كان متاكد انك عشان محظوظ جدا هتطلع عايش. بيلي كان خايف جدا واول ما بيشوف ديشا صحى بيقول له ان هم كانوا خايفين عليه. بالنسبه لارنوبه فهي كانت مصدومه وعماله تعيط بسبب كميه الجروح اللي على ديشا، وفجاه بتدخل يون عليهم بطبق شوربه وبتسال ديشا لو كان حاسس باي الم في جسمه. بيعرفها ديشا ان هو بقى احسن دلوقتي وبيشكرها علشان انقذته. فيون بتقطعه وبتقول له ما يشكرهاش هي لان السيد تشين هو اللي انقذه. في نفس الوقت ده كل الجنود اللي بيعرفوا يعوموا كانوا نزلوا يدوروا عليك في النهر، فديشا ما بيبقاش عارف يرد وبيقول لها ان هو مش عارف هيرد لهم الجمايل دي ازاي، بس هي بتقطع كلامه وبتفضل تاكله. بتعرفه ان هو يخلي باله من جسمه لان الحفله السنويه قربت، وبتساله لو كان عايزها تيجي معاه كواحده من قرايبه، بس ديشا كان سرحان في جمالها وما بيردش عليها. فبيقوم ليدو مطمنها وبيقول لها ان هم هيروحوا معاه. وبيلي كمان بيعرفه بما ان ديشا بقى اخوه كبير فهيروح معاه الحفله دي. وبتقوم ارنوب قايله لها ان كلهم عيله ديشا، وهنا يون كانت محروجه ومش عارفه ترد عليهم. وبعد كده في يوم الحفله نلاقي ليدو بيشرح لارنوبه وبيلي ان كل سنه في مدينه تيان بيتعمل حفله تحت الشجره دي، كل الشباب اللي عمرهم بيكونوا 15 سنه بياخدوا ثمره من الشجره، وده معناه ان هو هيكون مقاتل. والفواكه ديت بتتقسم لاربع درجات بتتعرف قوتها من لونها، اضعف لون فيهم هو اللون البرتقاني، والاقوى شويه هو اللون الاخضر، وبعدها البني، واقوى فاكهه هي اللون الاحمر. وكل ما ارتفع لون الفواكه ديت زادت فرصه ان يكون الشخص مقاتل قوي جدا. فبيقوم بيلي مقطع كلامه وبيساله هو شايف ديشا ممكن ياخد اي نوع من الفواكه دي. فبيقول له ليدو ان اغلب اللي راحوا ياخدوا فواكه خدوا الفاكهه البرتقانيه، وشخصين ثلاثه خدوا نوع فواكه تاني، وده معناه ان بما ان
ان ديشا هو اخر واحد ياخد فاكهه، فممكن ياخد حاجه كويسه، بس هو مش عارف ياخد ايه برضه يعني. وبعد كده بيجي دور ديشا علشان ياخد الفاكهه بتاعته، لكن الغريب اللي الكل بيستغرب منه ان الشجره ما وقعش منها اي فاكهه لديشا، ولو ما فيش حاجه وقعت يبقى هو مش هينفع يغادر. وتشن هنا كان عمال بيراقب من بعيد وبيقول ان ديشا اتولد وكان ضعيف جدا من صغره، لكنه كان بيقاتل بكل قوته لحد ما ابوه مات وهو عيل صغير، فاضطر يكمل حياته لوحده. بيتمنى ان في فاكهه قويه تنزل لديشا. ديشا كان عمال بيسال نفسه هل مصيره انه يفضل لوحده طول حياته؟ حتى الشجره مش عايزه تديه فاكهه. في لحظه كده من غير ما اي حد ياخد باله السيف بتاع ديشا بيقطع له فاكهه حمراء، وليدو بيقول ان الفاكهه الحمراء ديت ما وقعتش من 10 سنين، فبتعرفه ارنوبه ان بان كده ديشا حظه حلو. بس هنا السيد تشن كان اخد باله وهو بيبتسم، بيقول في نفسه ان غريبه السيف ده قدر يقطع فاكهه من الشجره. المهم السيد تشن بيعلن بعد كده ان الحفله خلصت خلاص لان اخر فاكهه وقعت، وبيعرف بعد كده كل اللي حصلوا على فواكه ان الفواكه اللي معاهم لازم تتاكل بعد 3 ايام علشان ما يحصلش اثار جانبيه لو اتاكلت دلوقتي. شويه بيقول لهم ان الفاكهه ديت هديه قيمه جدا ليكم، يعني من الاحسن ما حدش فيكم يفكر يبيعها. بيعرفهم ان لو في واحد فكر انه ياخد الفاكهه من شخص تاني بالعافيه ساعتها الجيش مش هيرحمه. وبعد كده بالليل بنلاقي ديشا قاعد لوحده وعمال بيتامل في الفاكهه اللي معاه، لكنه بيحس ان في شخص عمال بيراقبه من بعيد. بيطلع ان هو محارب بيحييه وبيعرض عليه ان هو يديله الفاكهه دي، وساعتها هيعطيه 100 عمله ذهبيه. فبيعتذر له ديشا وبيعرفه ان الفاكهه ديت مش للبيع، بس المحارب بيعرفه ان ممكن الفاكهه ديت تكون قويه جدا على جسمك، يعني جسمك ممكن ما يستحملش الطاقه اللي فيها وتموت. فبيعرف ديشا ان هو علشان ينقذ حياته يديله الفاكهه ديت احسن، وهيكون هو الكسبان لما ياخد له 100 عمله ذهبيه. بس فجاه بنلاقيه بيهجم على الوريد بتاع ديشا وبيخليه يقع على الارض، فبينصدم ديشا وبيساله هو بيعمل ايه. فالمحارب ده بيفضل يضحك وبيقول لديشا ابوه مجرد ما يخلص عليه هياخد الفاكهه. وفجاه بتظهر قوه غريبه في المكان، بنلاقي واحد داخل وبيسال عن صاحب المطعم ده، بيعرفهم ان هو عايز يبات ليله علشان الدنيا بتمطر. فبيقوم المحارب اللي هجم على ديشا بيوجه سيفه ناحيته وبيأمره ان هو يطلع بره، لكن ديشا بيقاطع كلامه وبيقول له انت ممكن تقعد في المطعم براحتك، بس ممكن ما يوفرلوش الرفاهيه المناسبه اليوم بسبب الوضع اللي هو فيه حاليا. فبيرد الضيف ده على ديشا وبيقول له مش مهم لان هو بس عايز مكان ينام فيه. وبيقوم مبتسم كده وبيعرف ديشا ان هو مش متعود ياخد حاجه من غير مقابل، فعلشان كده بيعرض على ديشا انه هيساعده ويتخلص من الشخص ده، وعلى طول بيروح يوجه له ضرب. فبينصدم المحارب من قوته وبيعرف المقاتل ان هو من طائفه تشانج، لو عمل له اي حاجه طائفه تشانج مش هتسيبك عايش. بس الضيف اللي بينقذ ديشا مش بيهمه وبيقوم رميه بره المطعم. فبيعرفوا المحارب اللي حاول يقتل ديشا ان هو لما يطلع من هنا هيخلص عليه هو وكل عيلته. وبعد كده الشخص اللي انقذ ديشا بيساله لو كان يعرف يعالج نفسه، فبيقول له ديشا ان هو ما يعرفش وبيطلب منه انه يعلمه. بيقول له الضيف ده ان الموضوع سهل جدا، كل اللي عليه يعمله ان هو يستخدم تعويذه سحريه هتشفي جروحك بشكل مؤقت، وبعد 3 ايام لما تاكل الفاكهه الحمراء بتاعتك الفاكهه هتعالجك وترجعك لحالتك الطبيعيه. فبيساله ديشا لو كانت الفاكهه الحمراء ديت قويه جدا للدرجه دي. بيقول له الضيف بتاعه اوعى تقلل من شأنها لانها مش بس مفيده جدا ده كمان لها فوائد كتير. وبيحط له التعويذه بتاعته على جروحه، بيعرفه ان هو ما يخافش لان اصابته هتروح مع الوقت. بيشكره ديشا وبيساله بعد كده ايه اللي جاب محارب قوي جدا زيه لمدينه تيان. بيعرفه المحارب ده ان هو كده بصراحه اللي خلاه يجي هنا هو انت. بيعرف ديشا ان هو جاي لاسباب خاصه علشان يحميه ويقدر يناديه بالاخ الثالث. بس ديشا بيستغرب وبيقول له اشمعنى الاخ الثالث. فبيعرفه المحارب لان في شخص تاني غيره بيحميه وان ديشا يبقى اصغر واحد فيهم. بعد كده بيقول لديشا ان هو هيديه كتاب تعويذ سحريه علشان يتعلم ازاي يعمل التعويذ السحريه. بياخد ديشا منه الكتاب، وبعد كده بيقول لاخوه الكبير انه لازم يتعلم ازاي يعمل التعويذات السحريه لانها هتكون مفيده جدا في القتال معاك. وبيبدا بقى يحمس في ديشا، بيعرفه ان في تعويذات سحريه بتزيد سرعته، وتعويذات سحريه ممكن تعمل سجن سحري، وتعويذات تانية ممكن تخليه قوي قوي. فبينبهر ديشا كده وبيقول له الموضوع طلع جامد. بعدها بنلاقي اخوه بيقول له ان الدنيا بطلت تمطر فلازم يروح دلوقتي علشان يقابل واحد من صحابه. بيقول لديشا يهتم بنفسه. وبعد 3 ايام بنشوف ديشا قاعد مع ليدو وبيلي وارنوبه. بنلاقي ليدو بيقول له ان دلوقتي بعد ما ال3 ايام خلصوا تقدر تاكل الفاكهه. فبيبدا ديشا ان هو ياكلها، وليدو بيساله هو طعمها عامل ازاي. بيعرفوا ديشا ان طعمها عامل زي التفاح. بس فجاه ديشا بيحس انه نعسان وعايز ينام. بنلاقيه فعلا اغمى عليه في نفس اللحظه دي. فارنوبه بتستغرب وبتقول هو ازاي نام بالسرعه دي. وليدو بيقول ان تقريبا كده الفاكهه ديت فيها مفعول منوم. وبعدها ديشا بيلاقي الجرح اللي كان عنده بقى مليان طاقه، فبيكون مذهول وبيقول ان باين كده اخوه الكبير الثالث كان عنده حق لما قال ان الاصابات بتاعته هتتعالج بعد ما ياكل الفاكهه. بس بعد كده بتتفجر 3 مسارات من الطاقه بتاعته، ومن القوه اللي طالعه ديت بيتسحب جواهم، بس هو ما كانش عارف الطاقه ديت هتوديه على فين. بعد كده بنشوف تشين وهو قاعد مع اخوه الثالث وبيقول له يا ترى اخوك الصغير عامل ايه دلوقتي. بيقول له انا ساعدتك علشان تاخد بالك منه لفتره كبيره. بيعرفوا الاخ الثالث ان ديشا حالته كويسه دلوقتي، بقى عنده 15 سنه وفتح 3 من بحيرات الطاقه بتاعته، وده معناه ان ممكن في المستقبل يكون مقاتل عظيم جدا لان في ناس كتير اتدربوا طول حياتهم لكن ما قدروش يوصلوا للمستوى اللي ديشا وصل له. بس تشين بيعرفوا ان لو الخبر ده انتشر هيحصل مشاكل كتير لديشا، فخلينا نخلي الموضوع ده سر علشان محدش ياخد باله من قوه ديشا. بس الاخ الثالث بيعرفوا ان ممكن يكون الرهبان حسوا بالقوه بتاعه ديشا، والمشكله ان مفيش حاجه تضمن ان ديشا دلوقتي محدش هيعرف قوته. لكن هنا بنلاقي تشين بيبتسم له وبيقول له الموضوع ده مش مهم لان القائد شويه دايما مع ديشا وبيحميه.
فكلهم بسبب خوفهم من القائد شوي هيخافوا يعملوا اي حاجه لديشا. بعد شويه بنشوف ديشا عمال بيتدرب مع بيلي، وفي نفس الوقت ده كان شاي معدي من المكان وبيقول ان كل افراد عيله تشانج تعرضوا للضرب بسبب ديشا. مش كده وبس، ده كمان مستوى طاقتهم بقى ضعيف جدا. بيرد عليه الشخص اللي ماشي معاه وبيقول له فعلا لانه سمع ان عيله تشانج بعتت واحد ياخد الفاكهه من ديشا بالعافيه، ولكن لحسن حظ ديشا كان في واحد قوي جدا بيساعده. وبيقال ان الشخص اللي بيساعد ديشا ده عيلته عندهم قوه جباره ممكن يتحكموا في الارض كلها. بيتعصب شاي وبيقول له ما يفكروش بالموضوع ده، لانهم لما كانوا في اجتماع عيله وانج في واحده قويه جدا دخلت عليهم في نص الاجتماع وهددتهم كلهم لو حد قرب من ديشا هتخلص عليهم. بعدها بنروح ليون اللي بتسال ديشا لو كان مستواه القتالي زاد. بيقوم ديشا معرفه ان مستواه فعلا زاد وبقى دلوقتي في المستوى الخامس. والواد بيلي كمان اللي عنده 7 سنين بس قدر يتعلم اساسيات القتال. المهم ديشا بيبص بعد كده على الشخص اللي مع قمر وبيسالها مين الشخص ده. بتعرفه يون ان ده اللورد فو ملك النمل الجبل تيان، الحكومه مدياه حكم اقصى الشمال من الدول وناس كتير بيعتمدوا عليه. بعد كده ديشا بيطلع السمك وبيقول ليون ان السمك ده جميل جدا وهيطبخ لها اكله من عالم تاني. وبعد كده بيوجه كلامه للسيد فو، بيقول له انا مقدر رتبتك وكل حاجه بس انت طالما جاي مع يون ممكن تمسك السمك. فبينصدم فو وبيقول في نفسه ازاي ديشا تجرأ يطلب منه طلب زي ده، انا حاكم اقصى الشمال يطلب مني طلب زي ده. لكنه في النهايه بيمسكه وهو متعصب وبيقول دي اول مره حد يطلب مني طلب غريب زي ده. بعدها بيلي بيروح لديشا وبيقول له انت ليه لطيف قوي كده مع يون، وبيساله لو كان بيحبها. فبيتحرج ديشا كده وبيعمل نفسه عبيط. بيقول ليون سيبك من الواد ده لسه صغير مش فاهم حاجه. لكن يون بتقول له ان هو اول ما يوصل للمستوى العاشر ممكن تفكر ان هي تتجوزه. فبيتحرج اكتر وبيحط ايده على راسه وبيقول ده كويس قوي، انا كده ممكن اتجوزك بسرعه. وعلشان كده بيجري وهو فرحان وبيقول لها ان هو رايح يتدرب. وهنا فو كان متعصب جدا من ديشا لانه تقريبا كده حاسس انه هياخد البنت بتاعته. بعدها بنشوف ديشا على حافه جبل وهو عمال بيصرخ بعلى صوته وبيقول ان هو عايز يوصل للمستوى العاشر بسرعه علشان يتجوز يون. وفي اليوم اللي بعده بنشوف ديشا عمال بيرسم في تعاويذ سحريه. بيبدا يفكر مع نفسه وبيقول يا سلام لو يقدر يبيع شويه تعاويذ سحريه، وبالذات نوع تعاويذ الختم اللي بتسجن الوحوش. لو قدر يعمل كده فهيكون غني في اسرع وقت. بس الاول بيقرر يجرب تعويذه بنفسه لكنه بيلاقيها مش شغاله. بيقوم معتقد ان المشكله في ورقه التعويذه ذات نفسها، علشان كده بيقرر يروح يشتري ورقه جديده. وبعد كده بيروح يشتري وبيكون واقف مع واحد اسمه السيد جي. بنلاقي ديشا بيقول له ان دي صدفه جميله قوي وبيساله لو كان شغال هنا. فبيقول له السيد جي ان الحياه بقت صعبه جدا فاضطر ان هو يشتغل هنا تاني. وبيدخل ديشا المتجر وبيلاقي السيد جي بيقول له المهم قول لي انت عايز تشتري ايه. بيعرفه ديشا ان هو عايز يشتري نوع ورق فاخر علشان يعمل تعويذات سحريه. السيد جي بيقول له ان هم عندهم انواع كتير من الورق وبجوده عاليه ومناسب جدا لرسم التعويذ السحريه من جميع انواعها. وبيقول له في ورق فضي، ورق منقوع بالذهب، ورق منقوع في طاقه سحريه، ورق منقوع بطاقه روحيه. بيقول له ان افضل نوع عنده واللي بينصحه بيه يعني لو كان عايز حاجه خامه عاليه هو الورق اللي منقوع في الذهب ومحطوط عليه طاقه سحريه وطاقه روحيه. لكن ديشا بيقول في نفسه ان الورق ده طلع غالي جدا وده معناه انه محتاج يبيع شويه كابوريا علشان يقدر يتحمل تكلفه البتاع ده. وهنا السيد جي بيلاحظ ان ديش على الحديده فبيقول له لو انت مش معاك فلوس مفيش مشكله، تقدر تبص على المنتجات القديمه المخفضه وما تشيلش هم، طالما انت عندك المهاره يبقى اكيد هتقدر تحط عليها تعويذات سحريه زي ما انت عايز. فبيفرح ديشا جدا وبيروح يبص في المنتجات المنخفضه. بيقول ان الحاجات ديت اسعارها حلوه قوي على قد الغلابه. وبيساله السيد جي بعد كده لو ما كانش عايز الورق الفاخر. فبيقول له ديشا ان هو خلاص ما عادش عايز ورق فاخر بس دلوقتي عايز قلم كويس يكتب بيه التعويذات السحريه. وفجاه بيلمح قلم مميز وبيقول ان القلم ده شكله عادي لكن الهاله والطاقه اللي بتخرج منه قويه جدا وانه حاسس ان القلم ده هو المناسب للتعويذات السحريه. فبيروح للسيد جي وبيساله القلم ده والاوراق بكام. بس السيد جي بيقول له ان القلم ده مش للبيع، ده كنز فضل معايا طول حياتي. السيد جي بيبدا يقول في نفسه ان الولد ده شكله نبيه جدا وعنده نظره كويسه لان القلم اللي هو مسكه ده قلم مقدس من اسلافه، كان جد جده اشتراه ب 100 عمله ذهبيه. وفجاه بنلاقي السيد تشين بيستخدم التخاطر علشان يكلم السيد جي. بيقول له انا بعرض عليك انك تسيب ديش هياخد القلم اللي هو عايزه وفي المقابل هيساعده انه يدخل حفيده لاعلى اكاديميه في العالم ويساعد كمان السيد جي ان هو في المستقبل يكون مدين له بحاجه. والسيد تشين عرض عليه العرض ده علشان عارف ان هو يا عيني ما معهوش فلوس يدخل حفيده لاكاديميه المقاتلين. فبيبدا السيد جي بيقول في نفسه لولا ان هو محتاج فلوس علشان حفيده يروح لاكاديميه المقاتلين وكمان عايز السيد تشين يكون مدين له بخدمه ما كانش هيفرط ابدا في القلم المهم ده. فبيروح لديشا وبيقول له ان هو محظوظ جدا لانه نزل عليه وحي من جده علشان ديشا ياخد القلم ده. فبيفرح ديشا وبيشكره. فبيقول له السيد جي العفو يا حبيبي بس ممكن تخرج من هنا وما تورينيش وشك تاني علشان انت واقف عليا بخساره. وبعد كده بنشوف رئيس مكتب الوزراء في عهد اسره تشانج واقف قدام ديشا وبيقول له ان هو يا دوب محارب في المستوى الخامس وعنده 15 سنه بالكتير وده ما اثار اهتمامه جدا في ديشا. فعلشان كده بيسال ديشا عن اسمه فبيعرفه ديشا بنفسه وبيكلمه من غير رسميات. فبنلاقي المحارب اللي واقف مع رئيس مكتب الوزراء بيقول لديشا انت ازاي تتجرأ تتكلم مع السيد من غير اي القاب ومش
مش كده وبس، انت المفروض كمان تسجد له. فبيتعصب ديشا وبيقول له انت عبيط، اسجد لمين؟ عمري ما اسجد لاي حد غير اللي خلقني. فبيقوم المحارب رافع السيف بتاعه وبيقول لديشا كده انت كتبت نهايتك على ايدك، وبيهجم على ديشا. بس ديشا بيتفادى الضربه بتاعته وبيقول لهم بصوت عالي انتوا بتستغلوا سلطتكم علشان تقتلوا الناس في نص النهار من غير ما اعمل اي حاجه. والكلام ده بيعصب تونج، وبنلاقيه بيقول ان الواد ده عصبني جدا، علشان كده بيقرر ان هم يعدموه بالاسهم. فبيقوم ديشا مطلع تعويذه العكس بتاعته، بيصد الاسهم بتاعتهم وبيرجعها لهم. فالمحارب بيصرخ وبيقول لهم يحموا السيد بسرعه. فبيستفزهم ديشا اكتر وبيقول لهم انتوا مش هتقدروا تمسكوني، لا انتم ولا السيد بتاعكم. فبيتعصب المحارب وبيقول له لديشا انه جريء جدا، فعلشان كده هيقتله، وبيقوم رامي عليه الرمح بتاعه. وبنلاقي الرمح ورا ديشا بالظبط وعلى وشك يخلص عليه. بس فجاه بتظهر واحده وبتصد الرمح ده لديشا، وبعدين بنعرف ان اسمها شياو. بتروح لديشا وبتساله لو كان كويس، بعدها بتقول له ما تخافش وان هي هتساعده، ومش كده وبس هتعلمهم درس مش هينسوه. فبيبتسم لها ديشا وبيقول لها ما تقلقيش لان هو كويس، وبيشكرها لانها انقذت حياته. وهنا دونج بيستغرب وبيقول هي البنت ديت جت لنا ازاي وامتى؟ مش مهم، بيعرفهم ان هم ياجلوا موضوع الواد ده لبعدين لانه دلوقتي عنده مهمات كتير ولازم يخلصها وما عندوش وقت للتافه ده. بس المحارب بتاعه بيستغرب وبيقول له انت ازاي هتسيب الواد ده يعيش بعد اللي قالوا عليك؟ فبنلاقي تونج بيبتسم له ابتسامه شريره وبيقول له ما تقلقش، الحرب على الابواب وهيكون في فرص كتير نخلص على الواد ده. بعدها بنلاقي شياو بتقول دونج كان وزير اسره شانج العظمى، بس هو علشان شرير جدا بيستخدم كل الطرق اللي ممكن تتصورها، فانت حتى لو في الجيش لازم تخلي بالك على نفسك. بيشكرها ديش على اهتمامها وبيسالها هي عرفت منين انه من الجيش. بترد عليه وبتعرفه ان دي بسبب ان احنا داخلين على حرب، وانها سمعت ان المارشال شواي قال لها ان هو هيجند كل الشباب اللي عمرهم اكتر من 14 سنه في مدينه تيان. وغير كده بتعرف ديش ان هي جايبه 8000 جندي علشان يساعدوا في المدينه. فنلاقي ديشا كده بيتوتر مع نفسه وبيقول 8000 جندي، يبقى ده معناه ان الاشاعات اللي اسمها حقيقيه، وانه سمع ان في مقاتلين هيجوا من العشيره القرمزيه، وان العشيره ديت مشهوره جدا. فبتعرفه البنت ان اللي ديشا استنتجه طلع صح، وان هي تبقى القائد العام لمعسكر المقاتلين القرمزيين. بعدها بنلاقي واحد واقف مع واحده وبيقول يعني الواد الصغير ده هو اللي معاه السلاح المقدس، احنا لازم ناخد السلاح المقدس منه، فرصته ما تيجي اول ما يطلع السيف بتاعه وساعتها هيكون من نصيبهم. لكنها بتقول له انت متاكد ان احنا هنكون قريبين منه لما يطلع السلاح بتاعه؟ فبيقول لها ما تقلقيش لان هو عامل حسابه في كل حاجه، وان كل اللي عليهم دلوقتي ان هم يراقبوا كويس اليومين دول، ولما تجيلهم الفرصه المناسبه هياخدوا منه السيف. بنلاقيها بتقول له ان هي اتفقت مع شويه جنود ياخدوا السيف من ديشا وفي المقابل مش هيتاذوا، وهو بيعرفها ان هم كده كده مش هيظهروا، هم هيراقبوا من بعيد وهيحاولوا يأجروا قتله متسلسلين على قد ما يقدروا، علشان لو حصل اي حاجه ومسكوا القتله المتسلسلين مثلا ما يحصل لهمش هم مشاكل. وفي الليل بيكون ديشا قاعد بيرسم تعويذات سحريه مع بيلي اللي بيكون واقف جنبه وبيبص جوه كمان على التعويذات اللي بيعملها ديشا، وبيقول لديشا انك انت اكيد هتحارب شياطين خطيره، علشان كده بينصح ديشا انه يعمل تعويذات دفاعيه. بيطمنه ديشا وبيقول له ان هو عمل تعويذات تكفي وزياده، وبيعرف بيلي ان هو مش هيروح اماكن خطيره جدا، هو يا دوب هيكون في الصفوف الخلفيه، يعني حاجات كده مش خطيره. وتاني يوم بنشوف ديشا واقف في تجمع مع الجنود، بيقول في نفسه اخيرا هيشوف العم سو وهو بيقول الخطاب بتاعه، وبعد كده ممكن يبقوا يتغدوا سوا. لكنه بينصدم اول ما بيسمع جندي بيقول لهم يجهزوا علشان هيسمعوا الخطاب من السيد جانج تونج زي. يجي السيد زي وبيقول للمستجدين ان الغرض من تجنيدهم هو ان المدينه تكون اقوى، لان الحرب بدات وهم ما ينفعش يتراجعوا غير لو استسلموا، ما ينفعش كمان يستسلموا لان كده العدو هيحتل بلادهم. بس طبعا اللي كان ديشا مستغربه ان زي هو اللي بيقول الخطاب، وكان المفروض السيد سو يقول الخطاب، فعلشان كده بيسال نفسه يا ترى راح فين السيد سو. وفجاه بياخد باله من السيد زي اللي بيقول ان نص المقاتلين اللي كانوا في المعركه ماتوا هم والقاده. فبينصدم ديشا وبيقول في نفسه يعني ممكن السيد سي يكون مات. بعدها بنلاقي زي بيقول ان كل اخواتنا اللي ماتوا احنا لازم نكسب علشانهم، علشان ننتقم لهم ونحمي مدينتنا. فبيصيح كل المقاتلين وهم عمالين بيهتفوا له. بعد كده بنشوف السيد سي واقف مع ديشا واتنين من الجنود في الغابه، وبيقول لهم ان فريقهم هيكون مسؤول عن مراقبه الطريق، وبيعرفهم ان هم لو شافوا عدو يستخدموا تعويذه الانذار علشان يحذروا كل الجنود. بيحط ايده كده على ديشا وبيعرفه ان هو هيكون قائد المجموعه دي. بيشكروا ديشا وبعد كده بيوجه كلامه للاتنين دول اللي بنعرف ان اسمهم تشانج وليو، وبيقول لهم انتوا الاتنين هتراقبوا الناحيه ديت وانا هقف هنا مكاني علشان اشوف الطريق. وبالفعل بيبداوا كلهم وكل واحد بياخد مكانه. بس فجاه بيحصل هجوم على ديشا، وديشا قبل ما الهجمه دي تيجي فيه بيلحق يتفاداها بسرعه، وبيطلع الشخص اللي هجم عليه هو تشانج. فبيسال ديشا هو بيعمل ايه وبيحاول يقتله ليه. بيضحك تشانج كده وبيعرفوا ان هو اللي كتب نهايته بايديه علشان غلط في السيد بتاعه. فبيطلع ديشا تعويذه وبيرميها على تشانج، وبتكون التعويذه ديت قويه جدا فبتسيب تشانج. في الوقت ده بيجي ليو وبيقول لي ديشا هو ايه اللي حصل. بيقوم قايل له ديشا بحسن نيه ان تشانج خانهم وبيحاول يقتله، وبيطلع تعويذه علشان يرميها على تشانج، لكنه فجاه بيلاقي ليو بيضربه بالسيف في ظهره. بيضحك كده وبيقول لي ديشا ان هو كمان هيساعده علشان يموت. فبيقوم ديشا بسرعه مطلع تعويذه بيرميها على تشانج وبيضرب ليو في وشه. بعدها ديشا بيطلع السيف من ظهره وبيخلص على ليو. تشانج وهو خايف جدا بيقول لي ديشا لو عمل له اي حاجه السيد بتاعه مش هيرحمه. بس ديشا ما كانش مهتم وبيقول له وريني انت هتعمل ايه انت والسيد بتاعك. بس فجاه من شده اصابه ديشا بيقع على الارض بسبب الاجهاد. في الوقت ده كان في اتنين بيراقبوا اللي
بيحصل، واول ما بيشوفوه بيقع على الارض بيقولوا ان ده الوقت المناسب انهم يتدخلوا. بس البنت بتقلق وبتقول له احنا هنعمل ايه دلوقتي، وبتساله لو كان هيقتلوه. بيعرفها الشخص اللي معاه ان الموضوع بسيط جدا وهم مش هيقتلوه، هم بس هياخدوا السيف منه. بتقول له ان هي ما عادتش عايزه السيف لانها اصلا قويه من غيره. بس فجاه بتظهر بيضه من السيف وبتقول لهم لو عايزين تواجهوا ديشا لازم تتخطوني الاول، وبتقوم ماسكاهم كده وبترميهم هما الاثنين بعيد، وهم كانوا مصدومين ومش عارفين ايه اللي حصل اصلا. بعدها ديشا بيبدا يفوق وبيشكر بيضه على اللي هي عملته علشان انقذت حياته مره تانية، لكنها بتعرفه ان حياته مش مهمه، المهم بالنسبه لها ان هي مش عايزه حد يلمس السيف. فبيقول لها ان هو شكله كده لسه ضعيف جدا ومش قادر يحمي نفسه، فعلشان تكبر بخاطره بتقول له ان هو مش ضعيف قوي، هو ضعيف شويه. المهم في اليوم اللي بعد كده بنشوف ديشا واقف في مجموعه مع وحوش، وبيقول في نفسه ان اللي واقف ده شكله عامل زي الشياطين، هل ممكن ده يكون شيطان الخيزران؟ وبيقول ان هو سمع ان قوتهم كبيره جدا وطبعهم متعطش للدماء، بس بيقول ان هو مش هيقدر يغلبهم لوحده في نفس الوقت، وما ينفعش كمان يسيبهم يتحركوا براحتهم لان في قريه قريبه من هنا وممكن يتجهوا لها. فبيطلع تعويذه وبيقول ان هو هيحاول على قد ما يقدر انه يمنعهم لحد ما يوصل دعم. بس الشياطين ديت بتتعصب وبتقول له ازاي تجرؤ انك انت تهجم علينا، وبيعرفوه ان هم هيخلصوا على ديشا. بس بنلاقي واحد فيهم ايديه بتتحول لخيزران، بتمتد عود الخيزران لحد ديشا وبيخبطوا في الشجر. بس قبل ما ديشا يتصاب بالهجوم ده بيحاول ان هو يمسك العود ويبعده بكل قوته لانه قريب جدا من قلبه. فبيفضل الشيطان يضحك على ديشا وبيقول ان البشر دول مضحكين جدا بانهم فاكرين نفسهم اقوياء، بس ديشا بيستعمل الفرصه الذهبيه علشان يهرب منهم وبيتحول لضفدع، وده خلى الشيطان ينصدم لان ديشا قدر يصد الهجوم بتاعهم. وفجاه ديشا بيظهر من وراهم وبيقول لهم انهم مش هيقدروا يهزموه، وده خلاه مرهق جدا. وبيقول في نفسه ان التعويذه القتاليه دي بتستهلك كميه كبيره من الطاقه، وبيحمد ربنا ان هو خلص عليه بسرعه. بيكون ماسك كتفه المصاب وهو بيقول ان هو لازم يعالج الجرح ده بسرعه لانه مش عارف الدعم هيجي امتى. بس هو بيتكلم بيكون في طاقه بتتجمع في الشيطان اللي مرمي على الارض. بنلاقي الشيطان بيقول له هو انت فاكر ان الضربات ديت هتخلص عليا انا؟ وبيقوم محاصر ديشا من كل حته باعواد الخيزران. فبينصدم ديشا لانه مش عارف يهرب منين ولا ازاي. بس فجاه الخيزران ديت بتبدا تتكسر، ده مع عصب الشيطان، وبنلاقيه بيقول هو انت ازاي تتجرأ وتعمل كده؟ لكننا بنلاقي يون هي اللي عملت كده وبتسال ديشا لو كان كويس، فبيفرح وبيسالها لو كانت جت كل ده علشان تساعده. بس الشيطان بيفضل يتريق عليهم هما الاثنين وبيقول له هو انت فاكر ان ديت هي اللي هتنقذك؟ دي حته لحمه طريه هتكون طعمها حلو لو اتعملت شوربه. فبتتعصب يون وبتفضل تضرب فيه بالسيف، وديشا بيكون مبتسم وهو بيقول في نفسه ان يون مبارزه قويه جدا بالسيف، يعني كده لسه قدامه حاجات كتير قوي يتعلمها. بعد كده يون بتكون واقفه قدام وبتقول له انت لازم تفضل فاكر ان القتال ده بيعتمد على الشجاعه، يعني انت لازم تكون حكيم في القتال وتستخدم عقلك قبل اي حاجه. بيقول ديشا في نفسه ان هو هيفكر وهيكتشف نقاط ضعف شيطان الخيزران. فبيكتشف ان هو لما ضرب الشيطان عمل اصابه في راسه، وبيفتكر كمان ان شيطان الخيزران بيكره النار، فعلشان كده بيقول ان العيد قرب فخلينا نلعب مع الشيطان ده بشويه العاب ناريه. وبيعرف يون ان هو لقى الحل، فبيديها تعويذات وبيقول لها ان هم هيشتغلوا بشكل منفصل. فيون بتفهم هو قصده ايه وبتقول له هتعمل اللي يقول عليه، وبيهجموا على الشيطان اللي بيقول لهم ان انتوا الاثنين كل اللي بتعملوه ده في الفاضي وهتموتوا، يعني هتموتوا. بيهجم على ديشا وبيقول له ان هو هيخلص عليه هو الاول. فديشا بيستحمل الهجوم القوي بتاعه اللي بيسيبه في ايده وبيقول ليون ان دي فرصتها، فعلى طول بتهجم يون عليه بسيفها الناري، وده خلاها تفتح راسه نصين بضربه من سيفها. وفعلا بنلاقي الشيطان بينفجر وبينتهي، لكنه كان باصص وراه على الشيطان علشان يتاكد انهم فعلا خلصوا عليهم. بعدها بيروح يطمن على يون وهي بتقول له انها كويسه. بعدها بنلاقي يون بتطلع سمكه بتطير وبيخرج منها كميه طاقه مهوله، وبتطمن ديشا ان هو ما يخافش لان فجاه بتظهر واحده قدامهم وهو بيفضل باصص لها. بيقول ان دي شكلها حلو شويه شبه التماثيل اللي موجوده في معبد مينج مونج. بتقول له يون ان اغلب الناس عارفين مين هو معبد مينج مونج لكن قليل قوي اللي قدر يقابلها. فبيسالها كده وهو مصدوم لو كانت ديت تبقى هي مينج مونج. بعدها بنلاقي السمكه ديت بتسال يون هي استدعتها ليه. بترد عليها يون وبتقول لها ان هي عايزه تعرفها على ديشا لانه عايز يتعلم ازاي يستخدم السيف، وبعد ما فكرت كويس ما لقيتش احسن منك علشان تعلميه. فالسمكه بتقول لها ان الواد الحلو ده معاه سيف شكله كويس جدا، بس بتعرفهم ان هم مصابين اصابه قويه، وبتسالهم مين اللي عمل فيهم كده. فيون بتعرفها ان هم كانوا بيقاتلوا شيطان خيزران وانهم في النهايه قدروا يخلصوا عليه بفضل ديشا. فده خلى السمكه تحط ايدها على راس ديشا وبتقول له ان هي هتعلمه كل تقنيات السيف اللي هي تعرف، وبتعرف ديشا ان هو بمجرد ما يتعلم كل ده هيكون اقوى بكتير. بيشكرها وبيبدا يستوعب اللي هي بتعلمه له، وهي بتقول له ان هو لازم يحس بقوه السيف بتاعه، وكمان اهم حاجه لازم ما يهملش التدريب، وبتبدا تشبيله في جروحه. بس بعد كده بتقول له ان هي افتكرت شافت السيف ده فين قبل كده. بتعرف ديشا ان السيف ده كان لشخص شرير جدا، بس السيد بتاعها لما خلص عليه خد السيف بتاعه، ودلوقتي انا بطلعه علشان نستخدمه كسيف طاير. وبتعرف ديشا ان الموضوع دلوقتي في ايده لو كان عايز يربط السيف بمصيره ولا لا. بتعرف ديشا بعد كده ان هي هتمشي، وبتقول له انك انت في يوم من الايام ممكن تكون سيد سيف عظيم جدا وساعتها ممكن تقابل السيد بتاعها. بيشكرها ديشا وبيقول لها ان هو في يوم من الايام هيقابل السيد بتاعها، بس في الوقت ده بيلاقي صواريخ في السماء. فبتقول يون ان دي تعويذه استغاثه من عيله شانج، وبتعرف ان هم لازم يروحوا يساعدوا الشخص اللي طلب النجده. ديشا بيقول لها ان هي اسرع منه، فمن الاحسن ان هي تروح تطلب المساعده وهو هيسبقها على هناك. فبتروح يون فعلا علشان تجيب الدعم، وبتقول له يعمل اللي يقدر
بيسيطر عليه لحد ما تجيب الدعم. بيطمنها ديشا وبيقول لها ما تقلقش عليه. ولما بيروح هناك بيلاقي واحده مكتفه السيد بتونج، فبيضحك كده وبيقول في نفسه ان باين الشخص اللي كان عايز يقتلني دلوقتي في ورطه. فبيقرر ان هو يستنى شويه، ولو حد جه ساله انت ما اتدخلتش ليه هقول لهم ان كان في مقاتلين كتير وانا خفت اتدخل، ولما يجي الدعم بقى يبقوا ينقذوه. ولحد الوقت ده هيفضل يتدرب شويه، وبعدها بيكون قدام وحش. بيقول في نفسه يا ترى ممكن اجيب فلوس من ورا الوحش ده، بس من حسن حظهم انهم وحش بقرون وفيهم مسك، لان دوم سعرهم بيكون اغلى. فبيقول ان هو لازم يكسب فلوس كتير، لازم يزيد مهارات السيف بتاعته، وده معناه ان هو محتاج يصرف اكتر. فبيقوم ماسك سيف قوي جدا من على الارض وبيقول انا هتدرب على الدب ده، هيستخدم عليه تعويذات علشان يخليه يتحرك، وهيعمل فخ بالتعويذه تحسبا لاي موقف مفاجئ. بعد كده بيبدا يتدرب، وبننتقل بعد كده لخطف السيد دونج. بتسمع الصوت وبتقول هو ايه اللي بيحصل يا ترى، ولما بتروح تشوف فيه ايه بتلاقيه ديشا عمال بيتدرب على الدبدوب بتاعها. بتاخد بالها كمان من السيف اللي مع ديشا، بتقول ان السيف اللي بيملكه ديشا هو سيف التنين الاسطوري. المهم بنروح لديشا اللي كان بيقول في نفسه لو قدر يتمكن من السيف بتاعه فموضوع ان يزيد قوته ويكون سيد عظيم ده هيكون سهل جدا، بس هو ما كانش متخيل ازاي يواجه صعوبه في استخدام السيف. لحد ما فجاه بيلاقي خاطفه تونج بتهجم عليه، فبينصدم وبيقول ايه العنكبوت الكبيره دي، وبيقوم مطلع تعويذه بسرعه، بس بياخد باله ان هي بتحاول تاخد السيف بتاعه. فبيعرفها ان هو مستحيل تاخد السيف بتاعه، وبيضربها بالتعويذه بتاعته بيرميها بعيد. فهنا هو كان مبهور وبيقول في نفسه هي دي قوه دمج التعويذه السحريه مع بعض، لانه دمج دلوقتي تعويذه الرياح وتعويذه الانفجار. بس بعد كده بتهجم عليه العنكبوت وهي بتقول له انها تخلص عليه، وهو كمان بيتعصب، لكنه قبل ما بيرد عليها بيوصل الدعم. في الوقت ده بيوصل الدعم وبنلاقي قائد الدعم بيقول ان ديشا بيواجه العنكبوت الشيطاني والقتال ما بينهم هيكون قوي جدا، فعلشان كده بيقرروا ان هم يساعدوا المسؤول الاول ويفكوه. فواحد من الجنود بيقول لهم ان يون قالت لهم يضمنوا سلامه ديشا قبل اي حاجه. فبيرد عليه القائد وبيقول له انت شايف ان ديشا لسه قادر يقف قدامها؟ وبيعرفهم ان هو كده كده القائد وانهم هم لازم ينفذوا كلامه. وهم لما بيتحركوا شويه بيلاقوا نفسهم وقعوا في حفر، وده خلى العنكبوت الشيطاني تضحك عليهم وبتقول لهم انتوا هتستمتعوا جدا تحت لان في ناس كتير ماتت هناك. بعد كده كانت بتحاول تكتف ديشا بالخيوط العنكبوتيه بتاعتها، وديشا هنا كان عارف ان الخيوط دي سامه جدا، وكان حاسس ان هو هيخسر بسبب جسمها. فبيضرب العنكبوته بقوه كبيره وبيقول ان هو زهق منها، وده خلى العنكبوته تتعصب وبتقول له انت بتحاول تقتلني انت؟ ايه الجراءه اللي عندك دي؟ وبتعرفه ان هو لازم يحمي نفسه الاول قبل ما يفكر يهجم عليها. وبنلاقيها بتهجم عليه بالخيوط العنكبوتيه السم، لكن ديشا بيطلع لفوق كده وبيكون حواليه قوه جباره، وبيعرفها ان هو اللي هيخلص عليها الاول. بس هي قدرت تصيب كل حته في جسم ديشا بالخيوط وكتفته على حجر كبير وهي عماله تضحك. اتعرف ديشا ان هي هتمتص كل الدم اللي في جسمه. بس في الوقت ده ديشا بيقول لنفسه ان البنت ديت غبيه جدا، لانه مستنيها تقع في الفخ بتاعه، وهي اول ما بتتحرك كده بتلاقي حاجه كده مسكتها من رجلها، وبتطلع ان ديت سلاسل كتفتها من كل حته. وبيقول لها ديشا وهو عمال بيضحك ان باين كده انقلب السحر على الساحر، وبيهجم عليها بخيوط العنكبوت لحد ما بيغطي لها وشها كله. وهو بيقول لها وريني بقى هتخرج ازاي من الخيوط دي، وهي بتفضل تصيح لانها مش قادره تتنفس. السيف كان عمال بيلف حوالين ديشا، فبيستغرب وبيقول في نفسه كده هو السيف بيحاول يغدر بيا ولا ايه؟ لكن بيطلع ان السيف بيقطع راس العنكبوت. فبياخد نفسه وبيقول الحمد لله انه اتدرب ازاي يتحكم في السيف، وهو بيقول ان استخدام السيف الطاير طلع سهل جدا. بعد كده بيروح لتونج وبيرفع السيف عليه، فتونج بينصدم وبيقول له انت بتعمل ايه؟ بيعرفه ان هو واحد من اعظم الحكماء التابعين لعيله شانج، لكنه كان خايف جدا من ديشا. بس ديشا بيقوم قاطع الحبال وبيقول له ما يخافش لانه اصلا جاي هنا علشان ينقذه. هنا تونج بيقول لديشا ان هو اول ما يرجع للحكومه مش هيحله ومش هيسيبه واكيد هيموته. فبنلاقي ديشا بيحط السيف بتاعه على رقبه دونج وبيقول له كده انا ما بقدرش اتحكم بالسيف بتاعي لما بسمع كلام مستفز، فاحسن لك تسكت بدل ما اخلص عليك. وعلشان تونج كان خايف جدا بيعمل اللي هو بيقول له عليه. وبعد كده بنلاقي يان هونج بيتكلم مع شوي وهم واقفين قدام جثث كتيره جدا، وبيقول القائد سو ان هو ومراته من الكتيبه الحديديه متهمين في انهم السبب في اللي حصل، وطلع قرار من المملكه بمصادره جميع ممتلكاتهم. فبيستغرب القائد شوي وبيقول لهم ازاي ممكن يشكوا في ولاء القائد سو، لان سبب كل اللي حصل ده فعلا هو الكمين اللي حصل في المعركه. بيرد عليه يان وبيقول له ان السيد سو قضى حياته كلها في خدمه الوطن، بس دلوقتي شالوه وافراد عيلته كلها بقت في التراب. فالقائد شوي بيتعصب وبيقول له ان هو مستحيل يسيب كل ده يحصل. المهم بعد كده شوي بيبص لديشا وبيقول له انت عملت اللي عليك في المعركه دي وتستحق انك انت تاخد مكافاه، فعلشان كده بيساله هو عايز ايه. بنلاقي ديشا بيقول له ان بنت القائد سو هتتباع من ضمن العبيد، وبيعرفهم ان القائد سو كان طول عمره بيرعاه وبنته كانت طيبه جدا ودايما كانت بتساعده، فعلشان كده بيطلب منه ان هم يسيبوا بنت القائد سو اللي هي ارنوبه. فبيقول له القائد شوي مع انك لسه صغير بس شكلك كده عقلك ناضج، على عكس اللي شغالين في المحكمه اللي مش بيعرفوا غير ازاي يغدروا بالناس علشان الفلوس والسلطه، لكن تحقيق الانجازات وانقاذ الارواح فدي حاجه مش موجوده في قاموسهم. علشان كده انت لو قدرت تهزمني انا هحقق لك الطلب ده، وهسمح لك كمان تواجهني بالطريقه اللي انت عايزها، لكن انا مش هستخدم غير قبضتي وكمان مش هستخدم قوتي الكامله. فبيشكروا ديشا او بيمتن له لانه اداله الفرصه الكبيره دي. لكننا بنلاقي يان اللي بيقول لواحد من الجنود
وتروح هات دواء بسرعه قبل ما يحصل حاجه. بعدها القائد شويه بيقول لديشا ان هو كان بيتدرب على قبضه الضربه الواحده لفتره كبيره تقريبا كده سنين كتير، علشان كده انت محظوظ انك شفتها النهارده. بيعرفه ان هو لما يضربه مش هيستخدم اي نيه قتل في الضربه بتاعته، علشان كده انت لازم تكون قادر انك تستحمل الضربه دي على الاقل، وبالطريقه ديت لما تواجه محارب بمستوى عالي مش هتتهزم بسهوله. فديشا بيقول ان هو فهم، وبعدها شويه بيهجم على ديشا، والهجمه كانت قويه جدا لدرجه ان من قوه الهجمه بيرمي ديشا بعيد وكسر بيه الشجره. بعدها كده بنلاقي ديشا بيقع على الارض، فشوايه بيروح له كده وهو متعصب وبيقول له انت ما عندكش الجراءه انك تقف وتبص على القبضه بتاعتي؟ بيقول له احنا محاربين قتاليين زي بعض، فلازم يكون عندنا الشجاعه والجراءه لحد ما نموت. فبيقوم ديشا طالب منه ان هو يضربه تاني، فعلى طول القائد شويه من غير تردد بيضرب ديشا، لكن ديشا المره دي قدر ان هو يسد الهجوم ده، وبيقول في نفسه ان هو مش هيستسلم بكل سهوله. لكنه بعد كده ما قدرش يستحمل واتصاب اصابه قويه واترمى على الارض وفضل ينزف في دم من كل حته. وبنلاقي القائد شويه بيقول لديشا ان هو خيب ظنه جدا، لانه ما كانش متوقع ان القدر البسيط ده هو قدر تحمل ديشا. وبيقول لديشا هو ده كل اللي انت تقدر تستحمله يا ديشا يا ابن الخرنج؟ فبنلاقي ديشا بيقول في نفسه ان واضح ان المارشال كان مقلل من قوته في القبضه دي، لكن هو اللي ما قدرش يستحمل الهجم. وبيقول ان هو اكيد مش هيكون اعظم محارب في يوم وليله، بس في نفس الوقت ما ينفعش يفقد عزيمته. وبيقوم مطلع تعويذه كده وهو بيقول انه لسه ما عملش كل اللي يقدر عليه. بيقول له ان هو هيوريه اسلوبه القتالي الجديد. فبيلاقي القائد شويه بيقول له انت هتبدا الهجوم كمان؟ ده انت شجاع جدا. لما بيطير السيف بتاع ديشا من ايده بيقول له القائد شويه ان هو برضه لسه ضعيف، وبيعرفه ان الهجوم بتاعه بطيء جدا. وبيقوم نطط ورا ديشا كده وهو بيضربه، بيعرف ديشا ان قوته مش كفايه وقبضته ضعيفه جدا. والجنود بيتلموا حوالين ديشا وهو على الارض. واحد منهم بيقول غريب، ده ديشا لسه عايش وبيتنفس كمان. وواحد تاني بيسالهم هو ايه الجريمه اللي عملها علشان يتضرب بالشكل ده. وواحد تاني بيقول لهم هو انت سرقت حاجه ولا ايه من القائد؟ انت امك شكلها داعي عليك يا ابني. بس بعد كده شويه بيقول للقائد يان ان واضح كده ان هو افور شويه، فخلي بالك من ديشا واستخدم احسن المواد الطبيه علشان تعالجه. فيان بيقول له انه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يعالج ديشا. المهم بعد كده بنشوف ديشا بعد ما استعاد وعيه وهو بيستحمى في المواد الطبيه علشان يتعالج. كان عمال بيفكر ازاي هيهزم القائد شويه علشان ينقذ ارنوبه، وفجاه بعد تفكير طويل بيكتشف ازاي يهزم القائد شوايه من غير ما يستخدم قوته.